جمال بيه حلبسي مدير مركز شباب القلب مات، اتوفى، الله يرحمه مطرح ما راح. يعني كان كابس على نفسنا جوه المركز. من ساعة ما مات بقى خدت الملعب النجيلة ده قعدت ارويه كل يوم وربيت فيه فراخ ومعيز وخرفان عشان اعمل ثروة حيوانية في قلب المركز. امال اخد فلوس بقى يعني كان بيجي. هو ده مركز شباب الكلب. مين دي؟ السلام عليكم. هو ده مركز شباب الكلب؟ ايوه يا باشا هو ده المركز. وانت انهي كلب فيهم؟ كلب؟ لا يا باشا انا مش كلب، انا مدير الامن هنا. مدير الامن؟ وده لبس حفله تنكريه ولا ايه؟ لا ده عشان الحسد يعني. انت بواب ومكسوف تقول انك بواب. انا فراش اصلا يعني. فراش كمان؟ ايوه. طب اسمعني يا ابني، امرني يا باشا. انا جاي اعزي في جمال بيه حلبسه رحمه الله عليه. ايه اللي خلاك تاجي يا باشا كل المسافه دي؟ يعني كان راجل عفش يعني كويس ان هو مات. مين اللي كان راجل عفش؟ هو جمال بيه حلبسه ده. جمال بيه حلبسه؟ بقول لك ايه، ده ما كانش يحلاله يعمل حمام الا في حمام السباحه. ايه القرف ده؟ بيعمل حمام في حمام السباحه؟ ايه والله اقول له السمك اللي انا سمك ايه؟ سمك ايه في حمام السباحه؟ هنا مربي سمك عامل ثروه سمكيه. انت مربي سمك في حمام السباحه وهو بيعمل بيبيع على السمك اللي انت على السمك اللي انا مربيه، تخيل. انتوا قلبتوا النادي ايه؟ والله. ازاي انا اسمع ان جمال بيه حلبسه ده نزيه وكان ايديه فرطه؟ ايديه فرطه على قفايينا يا باشا. على قفايينا؟ ايوه. انت صعيدي منين؟ من اي حته عادي يعني. بايديه فرطه على قفاييكوا؟ ايوه والله كان راجل عفش يعني كويس ان هو مات. ما تجيش يا باشا المسافه دي كلها روح. انا لازم اجي المسافه دي لان انت ما عرفتش انا مين. مين حضرتك؟ انا الاستاذ شكشوكه. مفيش شويه بيض. لا بقول لك ايه، كلمه كمان هحبسك. ليه بس يا باشا؟ انا الاستاذ شكشوكه المحامي الخاص لجمال بيه حلبسه. الله يرحمك يا جمال بيه، والله كنت بحبه. يا سلام، والله العظيم. مش ده اللي ايديه فرطه في الضرب على قفايكوا؟ والله يا باشا ايديه تنزل على قفايا كده ابص الاقي 200 جنيه اقول له يا ربنا يكرمك. مش ده اللي بيعمل بيبي في حمام السباحه؟ مش طلع السمك هو اللي بيعمل بيه. تصدق انت اللي زيك هم اللي بيوصلوا في البلد دي؟ اه والله بيتنقلوا من قناه لقناه وينجحوا جدا ان شاء الله. ان شاء الله. هم اللي بيغيروا كلامهم كده. لا مع الدنيا يعني على حسب. انا جاي لك في سبوبه حلوه. امرني يا باشا. انا انت الثروه الحيوانيه اللي انت عاملها في النادي دي بتجيب لك كام في الشهر؟ تجيب لي اساسي يعني حوالي 5000 جنيه، بعد الحوافز والارباح واللازم منه يبقى 800 جنيه. لا ثواني، الاساسي 5000 جنيه. 5000 جنيه بعد الارباح والحوافز 800 جنيه. الحمد لله يا رضا. الحمد لله. الحمد لله. طب انا جايب لك شغلانه ب 100000 جنيه. ايه ده بس؟ لا ما هو بعد الارباح والحوافز هتبقى 200 جنيه. ايوه كده يا باشا. خلينا نلعب من فلوس لعب. من ناحيه هنلعب، فاللي احنا بنقوله ده لعب ما فيهوش فلوس. ايوه اسمعني بقى العب. ما سالتنيش انا هديك الفلوس دي ليه؟ امرني بقى. ايوه ايه المقابل يعني؟ هقول لك، في واحد اسمه عمر جمال حلبسه، ده الوريث الشرعي لجمال بيه حلبسه. ده حفيده هيجي ياخد النادي ويبيعه ويقلبه اي مشروع، فبالتالي هيطرد كل العمال واولهم انت، هتخسر الثروه الحيوانيه. ايه ده؟ وشجع عمري. انا بقى هنقذك من ان هو يبيع النادي. ازاي بقى؟ قول لي ازاي بقى يا باشا؟ ما انا ملك الثغرات. قول لي. مكتوب في الوصيه ان هو عشان النادي يتنقل باسمه لازم ياخد ميداليه ذهبيه خلال فتره ادارته للنادي اللي هي ال3 شهور الجايين. لو خد ميداليه ذهبيه النادي هيبقى باسمه، ما خدش ودي شغلانتنا. ايوه النادي هيبقى باسمنا. حلو قوي. قول لي اعمل ايه؟ هنجيب لعيبه كسر يخشوا الاولمبيات اللي هي مصادفه جايه كمان اسبوع، نرشيهم يخسروا ما ياخدش الميداليه ناخد النادي. عينيا الاثنين يا باشا. اجيب لك لعيبه متأيدين في الاتحاد كمان. ايه ده؟ وهيرضوا ياخدوا رشوه؟ وهياخدوا اللي انت بص يا باشا على حسب المبلغ يعني. ما انا اعتمدت عليك عشان قالوا لي انت اقدم واحد في النادي وعارف كل اللعيبه. عارف كل اللعيبه انا من زمان يعني. خلاص روح جهزه مع شوهان هستقبل عمر بيه. ممكن بس خدمه يعني صغيره. ايه يا سيدي؟ انسانيه يعني. ايه؟ معلش بنت اختي صحفيه كبيره يعني ومشهوره لسه متخرجه السنه اللي فاتت. ازاي لسه متخرجه وكبيره ومشهوره؟ هي يعني مشهوره في عيلتنا وكبيره في السن. ايه ده؟ انا مالي بالامراض دي؟ عايزه ايه يعني؟ بيتكم مش وقتها؟ هي بس يعني موضوع انساني. كان المفروض يتقدم مهرجان الجونه وللاسف يعني رفضوها عشان الكوسه وكده، فجات لها حاله نفسيه. تمام. فاحنا عاوزين عايزين نوديها للدكتور يعني. ماشي. وديناها للدكتور. الدكتور قال عشان تطلع من الحاله النفسيه دي
لازم تعملوا لها مهرجان الجونه، فانا كنت يعني عامل لها مهرجان جونه هنا تعمل مهرجان الجونه فين؟ هنا في المركز يعني. هنا في المركز؟ أيوة. وهي هتصدق الكلام ده؟ هي عبيطه يعني البت. ما اكيد عبيطه، ما انت خالها، ما اكيد عبيطه. ايوه انا مش أيوة. معترض على تعال. عبطها، بس يعني هتقتنع ان دي الجونه؟ هي مقتنعه والله، عمرها ما شافت الشارع. ماشي، اول ما نخلص موضوع البطوله ده يبقى هاتها وانا هظبط الدنيا. خلاص ما تيجي افرجك على باقي المركز. تعالى فرجني. يلا انا شفت بطه بره هموت وادوق منها. ايه؟ دي بتاعتي. يا اهل مركز شباب القلب، انتوا يا جماعه يا اهل مركز شباب القلب، يا هلا الله اللي هنا يا اخوان. كنت عايز يا رويش تعالى يا كابتن. وانا انت رايح الحمام؟ رايح فين يا كابتن؟ ها ايه ده انت تنك كمان؟ عايز ايه؟ انا يعني عايز الاقي حد هنا، فما صدقت لقيتك يعني. تلاقي حد؟ يعني اي حد بس اساله على حاجه يعني. اتفضل. انت واضح ان انت ما تعرفنيش يعني. لا ما اعرفش حضرتك. انا اللي ورثت المكان ده كله. معاك عمر حلبسه. حلبسه؟ ايوه بتضحك حلبسه؟ جميله حلبسه. مين حضرتك؟ انا الدكتور، مش باين عليا خالص والله. حلاق صحه واقف. بس كويس ان انا قابلت حضرتك والله. قول لي ليه؟ عشان خاطر اعرف منك اخبار النادي وبتاع، بما ان انا الوريث الشرعي ليه يعني. تمام. حضرتك دكتور يعني عندك عياده. طبعا. عندك بقى فيها معمل تحاليل وادويه واجهزه، صح؟ طبعا. عندك اجهزه ايه؟ عندي تلفزيون 43 بوصه عالمي، بامانه الله. اللي هو برسيفر منه فيه ده. انت متخلف يا دكتور. اجهزه طبيه. اجهزه طبيه. يبقى حدد. اجهزه طبيه. عندي اجهزه طبيه. عندك ايه؟ عندي ترمومتر. انت بتفهم في الطب؟ لا ما بفهمش. درست طب؟ لا. تعبت؟ شقيت؟ قعدت تذاكر 3 سنين في كليه طب؟ ايه؟ كليه طب؟ لا دي عارفينها. قعدت كام سنه؟ 3 سنين. ليه طب صنايع؟ كلب نيل هنزل ايدك. ايه في انت ليه نرفوز كده؟ طب 3 سنين. ايه طب 3 سنين ده طب ايه ده؟ طب اداره اعمال ونظم معلومات. ما خدش ليه طب سياسه واقتصاد بالمره وانت ماشي؟ مش مجالي، انا بحب التخصص. لا وانت متخصص قوي. انت واخد جامعه عين شمس كلها في كليه. ومش هتكلم على ألسن لان ده مش مجالنا. لا ايه ده؟ خدت ألسن كمان؟ خدت ايه في ألسن؟ انا قعدت سنه في طب لغات شرقيه. يا راجل امال ايه؟ اول مره اسمع طب لغات شرقيه. دي بتدرسه في الشرقيه بقى ولا ايه؟ يعني ايه طب لغات شرقيه؟ يعني بتحط ايدك على بطنها بتقول لك ايه كده طب كده دي طب لغات شرقيه يعني؟ تاني بتسخر من الطب والاطباء. ما بسخرش من الطب على راسي. انت حمار. يا دكتور يا دكتور يا دكتور. يا دكتور يا بحر العلم يا ابو المفهوميه. دي اكيد طب لغات شرقيه برضه. يا دكتور الجاموسه. والله العظيم انت جبت حاجه انا عمال ابص له واشبه عليه. هو فعلا دكتور الجاموسه فعلا. انت كمل، هي دي بس بتقطع في النص كلام غلط. ليها بقيه؟ ايوه. يا دكتور الجاموسه. قولي يا جاموسه، كملي. يا دكتور الجاموسه قرنها طش. يبقى نحط البطاطس دلوقتي. انا امي بعد ما القرن بيطش بتروح حاطه بطاطس. احنا مالنا ومال ام حضرتك؟ انا يعني هي احنا ايش دخل مامتك في موضوعنا يا باشا؟ هي مش القرن طش؟ مالكش دعوه بقرن طش ايه؟ مالكش دعوه، ده كلام طب مالكش دعوه. كلام طبي. المهم مديت ايدي عشان اطلع العجل ما رضيش يطلع. أيوة. قعدت اطبطب عليها وامد ايدي عشان اطلع العجل ما رضيش يطلع. اوكلها واغني لها وامد ايدي عشان اطلع العجل ما رضيش يطلع. طب وعملت ايه؟ قلت له انزل يا عجل راح نازل. وحات امك؟ يعني قعدت تمد ايدك وتغني له انزل يا عجل راح نازل؟ طبعا انت بجهل. انت فاكر ان العجل والجاموسه دول بهايم. لا دول قرايبها عادي، بني ادمين. ثم اساميهم كده في العزاء على بسك. يا العجل والجاموسه دول قرايبها. مالكش دعوه. ماشي يا دكتور. المهم يا دكتور لازم تيجي تشوف الولده. ماشي ماشي. وبسرعه عشان الحماره بركت. حماره بركت؟ يعني ايه بركت؟ يعني بقت بركه ولا ايه يعني؟ بقت بركه. يعني ايه الحماره بركت؟ مالكش دعوه. طب انا ماليش دعوه بالقصص دي كلها. خليك انا في اهم حاجه حالك. عندي النادي ده. صح. طمني النادي ماشي ازاي؟ اخبار اهرب اهرب
اسمع كلامي. انت ملبوس؟ اهرب. مزنوق؟ اهرب. حاضر حاضر. انت في حاجه في رجلك؟ اهرب عشان ايه؟ الله يخرب بيتك، انت بتشوت بيلن؟ طب حاضر، على الرايق على الرايق. اهرب. ايوه حاضر، ماشي 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 ماشي. لا حول ولا قوة. لا صح، مع الرايق خالص. يعطل دكتور، اعطل يا جماعة، المركز المتخلف ده. ايه الدوشه اللي هنا دي؟ شايف حاطين لي انا السوسيس ده، انا تعبت. عارفين انه نادي مش لازم على الباب امه ما يتحط في اي حته. كويس ان انت جيت والله، ده الواحد كان اعرفك. لا عارف شاي نعناع اخضر، يلا بسرعه. لا حضرتك. لا حضرتك انت هتكتر شاي نعناع اخضر، يلا. لا طب احترم السشوار حتى. ده هو السشوار اللي مخليني شايفك شاي نعناع اخضر، يلا يلا. يا استاذ انا مش بتاع بوفيه، انا متر. طب ماشي يا متر، شاي نعناع اخضر، يلا يلا. انت اللي ماسك العيال اللي تحتيك يعني، قول لهم يعني. مش المتر ده، انا الافوكاتو. مش عايز اشرب افوكاتو، هتشربني على مزاجك. انا عايز شاي نعناع اخضر، يلا. انا المحامي الخاص لجمال بيه حلبسه. انت محامي؟ يلا. ايوه يلا، بقول لك محامي. لا مش معاك كارنيه يعني يثبت ده؟ ماشي في الاجراء. ماشي يعني شكليات اصلا. يعني بتخش محكمه وبتتكلم وكده؟ لا ما بخشش، كل ما اخش يشتبهوا فيا يقولوا مسجل خطر، بقف بره اسلم مرافعه وامشي. ماشي ما تقلقش. بس انت محامي محامي، انا الاستاذ شكشوكه. مالك في ايه؟ ما انت منقي اسمي يخلينا نخليك شاي نعناع اخضر اخر. معلش ماشي يا استاذ شكشوكه، خلاص بقى. طب بما انك انت حضرتك المحامي، كويس ان انا قابلتك بقى. انا عايز بقى اجراءات بتاعه الوراثه واعلام الوراثه. قصدك بقى اجراءات ونرفع دعوه وراثه؟ مفيش الكلام ده. جدك الله يرحمه كان راجل خلبوس قوي. حب يريحكم الليله دي كلها فكتب وصيه بتلخص توزيع التركه. ايه ده، في وصيه؟ في وصيه. ابوس ايدك يا استاذ همبرجر بسرعه. همبرجر ايه شكشوكه؟ ماشي خلاص انا اسف. الوصيه على النار. الوصيه ايوه يلا. ايوه اوعى. جنايات جنح مخالفات. معاك كلاسين بيضه؟ لا معايا شرابات صغيره. والله ده اخرك، انت ما ينفعش تبقى محامي. اسمع بس. ماشي يا عم. اسمع. هات الوصيه يا ابني. ما انا بجيب ده عاملينها برقم سري يا بيه. اسمع ليه؟ مش حافظه ليه؟ يا عم احمد الشنطه برقم سري. ما تسخرنيش، ما فيهاش غير وصيه. ليه عامل رقم سري؟ ليه والله مش متفقين. ايوه يعني هنعمل ايه دلوقتي؟ مين هيسرقها؟ هيفتحها يا عم احمد، نتكلم في اي حاجه على ما يجيبها. ما هو العيب مش في عم احمد، انت فرحان ان انت اول يوم تلبس قميص وبنطلون وعامل لي وائل الابراشي في نفسك وماشي وعامل كده، وهي حته عايزين يعملوك بني ادم، جابوك شنطه. ايوه ما هي ما فيهاش غير الوصيه دي. ما فيهاش، ما عشان تبقى محامي. حاضر. انت ما بتعرفش تمشي غير بصينيه. جبت لي الكلام يا عم احمد. انت بكره اجازه يا بيه. والله انت فتحتها دواء اهي، ما يسيبوها مفتوحه. فتحتها دواء؟ ماشي يا عم. بص ما فيهاش غير الوصيه. ليه؟ ما فيهاش غير وصيه ليه بعيد؟ ايه ده؟ استغفر الله العظيم. بقسماط. بقسماط. مش انا، ده عم احمد. عم احمد، ما تدخل عم احمد يعمل محامي مكانك وانت قاعد كل بقسماط. استنى ندور لك. عرفت بقى ان انت اخرك شاي نعناع اخضر. استنى بس يكون في حته جبنه نستو ولا حاجه. انت جبنه نستو؟ ما فيهاش حاجه. بقول لك ايه، انت بكره عشان انت ما ينفعش الادوار دي والله ما شبهك، والناس مش هتصدقها. انت بكره الوصيه زي ما هي كده، بس خش بقى على صينيه. هتبقى اسهل واريح. مش مستاهله دي، ما فيهاش غير وصيه. ليه اصلا شنطه؟ والله العظيم بيتعاملوا معاك ان انت بني ادم، هم اسفين. خلاص يلا خد يا عم احمد. بقسماطه معايا. دي الوصيه يا استاذ محامي شكشوكه. دي الوصيه يا ابني. الله يرحمه جدك. الله يرحمك يا جدي. خطه كان ما يتقريش. كاتب كالاتي: اعزائي الورثه، اعزاتي الورثات. ليه يا جدي بتقول كده؟ ده احنا كنا حنينين قوي. مش عايز حد يعيط عليا، بالذات انت يا عمر يا خلبوس يا اللي بتكرهني زي ما انا بكرهك. انت دلوقتي عايش وانا ميت بتحلل، وانت عايش في صحتك في نعيم،
انا بكرهك، انا ما بحبش غير الاستاذ شكشوكه الامور الجدع ابو شعر مسبسب. اذا ذكرت الرجوله ذكر شكشوكه، اذا ذكر البيض ذكرت شكشوكه، اذا ذكرت الطماطم ذكر شكشوكه. إنه لشكشوكة، إنه لمذاقه للذيذ حقا شكشوكة، ونعم الحكم والأقوال. يا ليتني أقول عن شكشوكة المزيد من الأشعار، وسمعني 100 شمعة طايرة عايمة للمعلم شكشوكة. هو جدي كاتب الوصيه دي في حنه؟ يعني كان قاعد في حنه وقال وسمعني شكشوكه واحلى شكشوكه وراح منقط الرقاصه؟ هو كان بيحبني قوي معاه. طب بعد اذنك معلش، قصه الحب المقرفه اللي بينكم دي انا مش عايز اسمعها. ماشي. لان دي ممكن تخليني ارجع يعني، والناس اكيد قرفانه. ماشي. فانا بعد اذنك من اول اما بعد. اما بعد أيوة. انت عايز تخش على التركه على طول؟ على الفلوس بقى والمصانع والمزارع والمشابك ماشي يا سيدي، جدك هيوزع مشابك بعد ما يموت. ماشي. اما بخصوص مصنع البيره، ايوه البيره يعني انا بقى، فتنتقل ملكيته الى الحاجه منى حلبسه. الحاجه منى هتاخد البيره؟ الحاجه منى تاخد البيره ليه؟ جدك اللي كان مصنع البيره ده اللي كنت بحبه قوي. معلش. ماشي. اما بخصوص مزارع الافيون، ايوه ده مزارع الافيون، ده انا بتاع الافيون بقى. فتنتقل ملكيتها الى الحاج مصطفى حلبسه. الحاج مصطفى هياخد الافيون؟ هو لا عايز يدخل العيله كلها النار يا سيدي، هو بيختبرهم، احنا مالنا. انا يا عم بتاع الخمره وبتاع الحاجات دي كلها. اصبر على رزقك، وجدك هينساك. ماشي يا عم. اما بخصوص مركز شباب القلب، فتنتقل ملكيته الى حبيبي عمر جمال حلبسه. ساب لي اوحش حاجه في التركه. ايه اللي اوحش حاجه؟ هو النادي ده، انا عايز الخمره وعايز الافيون. النادي ده اوحش حاجه؟ النادي ده بيجيب فلوس اكتر من الخمره والافيون. النادي ده بيجيب فلوس؟ ده ارضه بتطلع ده. اقول لك على حاجه؟ قول لي. عارف لعيبه برشلونه وريال مدريد بيجيبوهم منين؟ منين؟ من الدوري الانجليزي. افهم الدنيا عشان لو اتسالت. اي ده ايه علاقته بينا هنا؟ ملوش علاقه، بس جمله افتكرتها. والله بتضايق قوي لما اروح واكون في حاجه في بالي وما قلتهاش، بحس بكبت. ايه في حضرتك؟ مسحك. شكلنا بكره هناخد الهدوم دي نلبسها لعم احمد ويكمل هو. ليه؟ انت ايه دوري انجليزي ايه وبتاع؟ لا يعني انا بتكلم على مركز شباب القلب. ايوه، مش الانديه دي انديه زي ده، فده بيكسب زيهم. ده بيكسب فلوس جدا. يبقى انا هبيعه بقى ان شاء الله باذن الله، تبيعه وافتح مشروع عمري اللي كان نفسي بحلم بيه من وانا صغير. ايه مشروع عمرك؟ افتح كباريه. كباريه؟ نفسي هتبيع النادي عشن تبقى مدير كباريه؟ لا مدير؟ انت فاكرني برضه هقعد في المناصب وعلى كراسي؟ امال ايه؟ انا عايز ابقى اللي ورا الرقاصه اللي بيعمل كده ده. يا عمر بيه. لا ده الواد ده مستمتع متعه رهيبه، كلنا قاعدين وعاملين وهو بيعمل كده. ايوه لا ده في حته تانية، بس هربي شعري بقى كده عشان يتهز كده مع ايه؟ ما حضرتك بفلوس. لا انا بقول لك انا مهزأ. ما هو انا مصدقك. ايوه. بس تاخد فلوس النادي يصرفها على الموضوع ده، غير ان في ثغره هتخليك مش هتعرف تبيع النادي. ايه ده كمان النادي اللي انا مش طايقه كمان مش هعرف ابيعه؟ انا ما كملتلكش الوصيه، في بند مهم قوي بتقول ايه الوصيه؟ بيقول يا سيدي ان يشترط لنقل الملكيه الى حفيد عمر جمال حلبسه ان يحصل على ميداليه ذهبيه للنادي خلال فتره ادارته، وهي ال3 اشهر القادمين. طب احصل على ميداليه ذهبيه ازاي؟ انا ما بعرفش العب حظك لعبه. من السما. إيه؟ في اولمبياد كمان اسبوع، وانا قابلت هنا راجل منصب كبير شكله مدير العلاقات العامه. قال لي عندنا لعيبه كتار قدام معاهم ميداليات ذهبيه. ايه ده؟ فمتعودين. النادي ده فيه لعيبه وبتاخد ميداليات؟ ايوه، هيجيبهم، هيخشوا البطوله يجيبوا ميداليه تنتقل النادي. والنادي يجي لي بس وابيع وافتح الكباريه كله هيبقى لسه. واعمل كده؟ يا سيدي هتعمل كده. انا نفسي اعمل، انا مش عايز ابقى حاجه. ماشي. انا عايز ابقى راجل هفا. ايوه انا هخليك هفا، بس سيب لي ده. ماشي خلاص. حضرتك خش اتفرج على باقي النادي واعرف ملكيتك. في جوه مكاتب وفي بتاع؟ على ما يجي الكباتن. ماشي خلاص ماشي. بس خلي بالك من المكاتب عشان ممكن تلاقي بس وز جوه حاجات. ايه ده؟ لا والله. استاذ شكشوكه. ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ شوف عشان المهرجان والاولمبياد. مهرجان واولمبياد؟ اهو. طب حلو، قميص وبنطلون اعرفك على ايه ده؟ واقدة الرصاص ده عشان بس ما اقدرش. ما اقدرش ايه؟ والله هو والشنب اللي سندني. طب يلا. طب بقول لك ايه يا باشا؟ جاب لي اللعيبه بقى عشان جاب لي اللعيبه وجاب لي الحاجات دي. الحق ارشيهم. الحاله الانسانيه بنت اختي بس. لا مش وقتها، بقول لك عمر بيه جوه. على الجونه بس ربع ساعه. طب ربع بس ساعة بسرعه الجونة. هتقتنع ونمشيها؟ دي هبله. خش يا بكلاو، خش يا بنت. مساء الخير. اقفي السواري.
يا عيني دي مصدقه ان الجونه خالص. ايوه امال ايه؟ لو جايب كلثوم من البلد انتوا محافظين على التراث. ايوه ما شاء الله. طب يلا اقتنعت عندنا مشيها أصول. بقى مشيها. لا لسه استنى مشيها بقى. ربع ساعه ربع ساعه. ماشي يا سكوت بقى عشان عايزه اصور. مساء الخير اعزائي المشاهدين، النهارده من قلب الحدث من جواه كده وانا واقفه على الموكيته الحمراء في الجونه، نحب نوريكم جمال اليخوت وجمال البحر وجمال الجونه. ومن هنا بنشكر الاستاذ نجيب ساويرس والاستاذ سميح ساويرس والاستاذ محمد ساويرس. ايه ده؟ ساكت بقى، واقف بقالي جرافيك ساعه سجاده حمراء ويخوت. فين مين محمد سويرس؟ اخوهم ازاي؟ ده مسلم هم مسيحيين. ده اخوهم في حب الوطن مصر. الله 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 الله. شفت الوحده الوطنيه؟ يا سلام، هي شافت الوحده الوطنيه وانا البس قضيه امن دوله. مش مشكله. المهم بس انت مالك يا اخويا بتتكلم كده ليه؟ ما تروح تدي لحد من الفنانين اصور معاه. ايه التناكه دي منى الشاذلي مش بتتكلم كده. معلش ده لحد من الفنان. انا يا ستي فنان. انت فنان بجد؟ مش انت صحفيه ودي الجونه يبقى انا فنان. جت عليا. ما تاخذنيش يا سعاده البهاء، اصل والله بقالي فتره وكده يعني مش متابعه التلفزيون. لا ولا يهمك، وحتى لو تابعتي ممكن ما تشوفنيش، اصل انا ممثل امريكي مش مصري. بجد؟ اه اسم حضرتك ويل سميث. الاسم ثلاثي؟ ويل عبد الصمد سميث. ايه دي؟ بس انت ازاي ممثل اجنبي وبتتكلم عربي؟ ازاي؟ لا دي ترجمه، انا ما بتكلمش ترجمه ناس. ايوه ترجمة ايه؟ انت فاكرني هطلع؟ ما الكلام خارج من بقك كده اهو. لا اسم الله مش هطلع، دي خوت ودي الجونه واقفه على الترجمه. ما تفوتي، ما انا مفوت. معلش يا باشا ما تكساش عليها بس عشان ما تكساش عليها، انت عاطفي قوي معاها. بالراحه نخش اعزائي المشاهدين على الاسئله بتاعت المهرجان. ايه اكتر يعني اعمالك اللي انت بتحبها؟ اكتر اعمالي اللي انا بحبها الاسطوره. مسلسل الاسطوره؟ لا مش والله العظيم يا اخويا شفته كله. ايه دي؟ بس انا ما شفتكش. انا شفت نصر الدسوقي ورفاعي الدسوقي. تكونش انت اخوهم الثالث محمد الدسوقي؟ يا دي محمد حطاه في كل عيله. انت ليك اخ اسمه محمد مات محروق. انا مش الاسطوره ده، انا فيلم الاسطوره ده اللي هو ايام ليجن. معروف مكسر الدنيا عندكم. ايام ايه يا باشا؟ ليجن. ده زي ايام كلثوم مثلا. مش الليجن ده اللي بيتلبس كده؟ يعني انت الصعيدي في كل حاجه في دي فهمت يعني؟ ايوه انا متنور، عارف الليجن وعارف الفيسون. خلاص فوت بس، احنا طالعين في الفيسون. ايه البت معلش جريها. طب نسال بقى السؤال اللي كل الناس اللي في مهرجان الجونه بيحبوا، ازيائك منين؟ لا ما ينفعش تكلميني على ازيائي وانت داخلنا بزينه رمضان كده. انت لو عندنا في هوليود كنت تبقي نجمه هوليود من الصحفيه. والله كتير قوي قالوا لي كده، بس اصل انا يعني ما بحبش الخرير ده. تحبيش ايه؟ خرير التمثيل. خرير التمثيل؟ انت من الصبح بقت بينزل خرير وانا ساكت. سهتوصل لخرير التمثيل؟ لا بصي هاتي المايك بعد اذنك. انت النجمه وانا الصحفي، ما فيش ملاش حل. عندها لغات اصلي. ما هو باين عندها لغات في المخ. بصي يا حضرتك النهارده معانا نجمتنا ونسالها مين صاحب الجريمه اللي عمل لك الفستان ده؟ انا اللي عامله لي فستاني نبويه صعب. نبويه صعب؟ دي من عيله الي صعب؟ لا دي من عيله امي. ايه اللي من عيله امي دي؟ وانا جاي اسيبكم. يا عم خدها خلاص. مش دي ايه دي؟ طب بتتكلم معايا بثلاثه كده ليه؟ ما تروح تديها لاي حد من الفنانين المصريين اسجل معاه. طب اعتبريني فنان يا شيخه. تعتبرك فنان ايه؟ هو عمر بيه زمانه جاي. عمر بيه لا ما تقلقش، هنحاول نلم الموضوع قبل ما عمر بيه يجي. ايه بسطرمه؟ ايه شاورما؟ امشي شاورمة ايه؟ بقول لك ايه، اللعيبه جت يلا عشان نبدا بقى نشوف انا عايز اشوف اللعيبه. والان اعزائي المشاهدين مع سارد قلوب العذاري اللي البنات لما بتشوفه ما بتقدرش تمسك نفسها، الفنان سليمان عيد. الله يا بنت. الله يا بنت ايه؟ الله هراعي لها ازاي دي؟ معلش هراعي ازاي؟ صعبه. انا حضرتك لا انا مش سليمان عيد، انا اخوه محمد عيد. يا طلعوا محمد من الحكايه. ده مش الفنان سليمان عيد، ده امور. ده الفنان عبد الله مشرف. انا هتجنن والله. انا هعمل لكم اتوبيس الفنانين بقى هنا. يلا بعد اذنك. لا بس حضرتك عايزه تسجلي مع الاستاذه فيفي عبده؟ نبي يا اخويا نفسي. موجوده في السرايا بتاعتها. فين؟ اسالي اي حد على السرايا الصفراء هيوديك. الله يكرمك يا باشا. يلا على السرايا، يلا يا بنت على السرايا. فرحان بيها كانها خريجه سياسه واقتصاد.
ايه اللي انت ايه الناس اللي انت جايبهم متخلفين دول يا دي فقره معاليك بنعملها هنا عشان نبسط الجمهور. بنجيب واحده تعمل اراجوزه، ده جديد، دايما الاراجوز راجل. احنا بنجيب واحده بقى تبسط الناس. ماشي، حلوه الفقرات. شكشوكه ايه ده؟ ايه يا ريبتك دي بتشرب كله؟ ايوه والله بتدوبها الصبح. فين اللعيبه؟ عايز اشوف اللعيبه. انا جبت اللعيبه يا باشا، تمام، وواقفين بره. وبص بقى الاهم، اللعيبه دي واخده بطولات كتير قبل كده. قبل كده تبقى حلوه اللعيبه. اللعيبه مش هو اللي جايبهم، ده الاتحاد بعتهم انت. ايوه الاتحاد. ايوه معلش ابص عليهم قبل البطوله بس. ماشي. هو دي الاسامي من ده؟ ايوه هي الاسامي هنا. ودي وظيفه اهو. ايه ده بطل العالم في الرمايه عندنا. ايوه بطل العالم في الرمايه الكابتن ابراهيم عجوه. اهم جدع. ايه ده؟ هو ده بطل العالم في الرمايه ولا بيشحت في ميدان الرمايه؟ ما انا ثاني هفهم وافهم حضرتك. ما انت تفهم ايه وبتاع. انت يا حاج مين اللي جابك؟ مين اللي انا ما اسمحلكش. احنا اسفين. انا ما اسمحلكش باللي في رجلي. مبدئيا كده انا جاي متفق ان انا هقابل 3 تنفار. الزحمه دي كلها تتفضل تروح. احنا نلف له اسهل. يلا شفت انا جايبه هتلف لي هلف لك. انت مش هنصح مني. مبدئيا انا جاي اقابل 3 تنفار بس. الزحمه دي تتفضل تروح. حاضر. ايه ده بقى؟ انا هفهمك. تعالى ايه يا استاذ شكشوكه؟ ايه ده؟ شفت البطل؟ ايه شفت بطل مين ده؟ ده بطل العالم في الرمايه. ده مش هيعيش كمان 3 دقايق. لا ده بص واخد فيتامينات. عمر بيه ايه في؟ احنا لسه ما فتحناش الكباريه عشان نعمل كده. مش هنا عيب. ما اصل انا بختبره بس. سبحان الله بطل العالم في الرمايه ربنا واخد منه الحاجه اللي بيرمي بيها. اهم حاجه القلب. طب ما انا باكل جزر وسنتي مكسوره عادي. اتفضل. انت بتعمل اختبارات على حيوان غريب. انا هاخد ثواب ده لما اعدي الشارع. ايوه ايه ده بس يا حاج؟ ايه ده يا حاج؟ دي مش الميه لسه ما نزلناش. ده بطل العالم في الرمايه. 3 مرات. ما هو باين. ايه يا حاج في ايه؟ ايوه بردان ولا ايه؟ لا يا حبيبي. امال ايديك مالها يا حاج؟ لا ده شويه مرض بس مفيش حاجه. شويه. لا شويه. شويه ايه ده؟ بطل العالم امتى ده؟ حضرتك واخد ميداليه سنه كام يا فندم؟ 1997. ايه ده؟ 97 لا احنا بنكلمك على اول بطولاتك يعني مش 1967. يعني مصر كلها خسرت وده الوحيد اللي كسب؟ ايوه انا عرفت مصر خسرت ليه في 67. ده كان بينشن علينا. مش ده بطل العالم في الرمايه؟ رمى علينا يا باشا. ما تستهترش بيه وما تسخرش منه، ده راجل كبير. ازاي يعني؟ لو اتحاسبن فينا ممكن نموت هنا. كسب ازاي 67 ده؟ لا كسب ازاي ده بقى علم الغيب هنتكلم فيه. احنا اسفين يا حاج بس عمر انت سامعني؟ ايوه عمر بيه جمال حلبسه رئيس النادي عايز بس يسال حضرتك شويه اسئله يطمن على البطوله. اتفضل يا سيدي. ولو عايز يجيب كوبايتين حلبسه يتفضل عادي. كوبايتين ايه حلبسه؟ ده جده بس. هو بس صاحب دعابه يعني. ماشي بعد اذنك يا حاج. انا استغفر الله العظيم يا رب. معلش موضوع النظر ده انا نظر ضعيف مش مهم. يعني يبقى اهم حاجه نساله شويه اسئله رياضيه يعني حضرتك مثلا عندك لياقه؟ انا عندي لياقه القميص. يا حاج هتقول نكته وتنتحر. في ايه يا حاج؟ ايه هاي دي؟ انا هشرح لحضرتك. لا ايه هاي دي؟ ايه اللياقه؟ هاي ايه؟ هقول لحضرتك. ايه هاي؟ هقول لحضرتك انت ايه هاي دي؟ ده ضحك سنه 67. هو ده وساعة قلبك ما كانش فيه غيرهم في مصر. الناس تتفرج عليه هاي يلم فلوس يروح. طب ما انا معلش هو بس بيحاول يبقى منها رياضي ودمه خفيف. ما انا مش عايز هاي في معلش بعد اذنك يا حاج. معلش. ايوه انا هنا يابا. احنا لو عاملين حاجه كوميدي هنجيب محمد هنيدي. فاهم؟ احنا داخلين بطوله فبنسالك اسئله رياضيه. يعني حضرتك مثلا بتعرف تلعب ضغط؟ انا ممكن اقيس لك الضغط. خد تعالى. هاي برضه. هاي ليه يا حاج؟ هاي ليه انا بعد كده انت تخرس خالص. هاي دي عشان برضه هو الضحك بتاع زمان بيقعد فتره على ما ضحك ايه؟ انا كوميديا 67 ده انا مش عايزها. مش عايز انا. معلش انا حضرتك انا اهم حاجه عندي نجيب ميداليه دهب. ده احنا هنجيب دهب ولم يعد. تعالى انت فين؟ ده فيروس ولا ده عداني؟ هو فين؟ انا صاحبك من 67.
ايه انت هاي برضك؟ قلت جريء بس. تجاري الله يخرب بيتك. احنا ليه كوميديا 67؟ ليه نقول حاجات من 67؟ الناس دي مالهاش ذنب. ليه نقول له ذهب ولم يعد ونقعد نعمل كده دافعين كتير؟ لو ب 25 جنيه نقول الحاجات دي. ماشي تمام. خلاص. انا ما تجننيش يا حاج. بقول لك ايه، معلش انا اسف انا ابتديت اتوتر. ما تقلقش احنا انا حاسس ان احنا مش هنجيب الميداليه الذهبيه. هنجيب يا سيدي. والله العظيم انت راجل مهذب. لا حضرتك. فعلا لازم يبقى اسمك شكشوكه. لا حضرتك. ليه انت دي رنه تحطها؟ دي رنه رقاصه دي. كده والله عيب. يا فندم انا مش معايا موبايل اصلا. مش معاك موبايل؟ يبقى انت ادي يا صامويل ولا؟ لا مش انا يا باشا، ده في معجزه هنا. انت معاك موبايل؟ ايه ده؟ دي رنتك يا حاج؟ ده انت الرنه لوحدها تجيب لك صليب. ده الرنه لوحدها يا ابني تقعدك 6 شهور في الجبس. انت ليه انت ايه بترن؟ سمعنا الرنه كده مره. يا عمر بيه ما عجباني. لا اصل انا بقول لك عايز ابقى كده. طب فانا الراجل ده ابتديت احبه بصراحه يعني. ايه يا حاج عايز ايه؟ شوف مين. شوف ده انا عينيا بس انت قالب التليفون. معلش ايوه ميار. معيار؟ طب رد. ارد طب حاضر. انت شايل الموبايل ليه؟ ما هو اللي بيشوف مين وهو اللي بيرد. يعني انت شايله ليه حضرتك؟ معلش بقى رد. معلش ماشي، رد يا سيدي. اهو يا سيدي. الو. 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 هو انت ما قلتش الو من 67؟ نفسنا نعدي الو خلاص، وسطنا وجعنا. معلش هنقعد الو 3 ايام بدل ما يرجع لهاي سيبه. لا خلاص ماشي. ببوس ايدك يا حاج، عدي مرحله الو. ازيك يا معيار؟ يا عيني كان نفسي يكمل المكالمه، هيموت بدري. ازيك انت؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ مين ميار دي يا استاذ يا كابتن؟ ايوه مين ميار؟ دي واحده شايتها من على النت. شايطها من على النت؟ طب حاول تخلص بس يا بيه. الو. هو انت اسمك ايه؟ اسمي؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي عمر. انا اسمي عمر. عندك كام سنة يا عمر؟ عندك كام سنه؟ ده انا بتشقي. عندي 25. 25. طيب ممكن توصف لي شكلك؟ شكلي ابيضاني وطويل ايوه. وبسنه مكسوره. ايه؟ حضرتك لا انا فهمت. دي شايفاني ودي شايفاك ومجمعنا بقى في نضاره واحده بقى. على بعضنا كده. بس انا والله مبسوط بالتجميعه دي، اول مره اتحط وسط كوكتيل حلو يعني. يا سنه مكسوره اتذكرت في مكان. اطلع اظبط الاريال وانا هتابعه من هنا. يا ما تقلقش، ده ضايع. انا هظبطه. بطل عالم في الرمايه. والله اقسم بالله لو اوريك. 3 مرات بطل. ايوه 3 مرات. يا عمر ايوه انا عايزة اشوفك بقى ازاي؟ فيديو كول. ايه؟ عايزه تشوفني فيديو فول؟ فيديو فول؟ كلها تبعت سلطانيه. لا بسرعه. هاتي ب 2 جنيه في كيس. 2 جنيه في كيس. حاج. بقول لك فيديو كول. لا انا هفهمها لك. معلش معلش. فيديو كول يعني شايف الكاميرا اللي في الموبايل دي؟ اظبطها على سحنتك كده وافتح وخليها تشوف الوجه الكريم ده. لا مش هينفع. مش هينفع ليه يابا؟ مش هينفع تشوفني. ليه؟ خلاص مش هينفع، لازم انت ممكن تقف جنب اخوك. قول له اقف جنب جدك بقى. هو جنبي. هقف جنبك ماشي. هقف جنبه ازاي؟ هقف جنبك ازاي؟ نفتح الفيديو فول وتشوفك انت. شوفني انا؟ وانت اللي هتتكلم؟ هتكلم انا. ماشي يا عم ماشي. ماشي. امسك بقى التليفون بقى. انا اهو يابا. هناك انا أهو. اهو. ماشي. يلا. افتح. اهو. الو عمر، وحشتيني. ما خلاص انت من 67 ما قلتش وحشتيني. احنا بنقولها مره واحده يا حاج. معلش معلش هيجي لي ديسك في وحشتيني.
عايزين نكمل. اقف جنب اخوك. هقف جنب اخويا ماشي، بس كلمه نقصر. ماشي يلا. ايه الحلاوه دي يا عمر؟ انت امور قوي. والله ما اعرف، بس انت وحشتني قوي، وانا الصراحه منار انا بحبك. إيه؟ بحبك 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 بحبك. ما انا مش ممكن بقى. انت عايز واحد بقى شايل العمود الفقري وحاطط جريده عشان يقف بقى. ما احنا ايه ده؟ ده صوت بوسه ده اللي انت سمعته. صوت بوسه ايه؟ ما انا مش تقولوش، ما تجرحش. ما اقولوش ايه، ظهري وجعني. معلش يا حاج. إيه؟ نختصر ونوصل للمفيد. فاهم؟ الهري ده ملوش لازمه. مفيد على طول. ماشي. منار هستناكي بقى النهارده بالليل في الشقه. إيه؟ ماشي. ايه ده يا حاج؟ مفيد ايه؟ لا بقول لك ايه؟ دي احلى حاجه قالها النهارده دي. يا عمر بص انا بتاع كده، يلا افهم بقى. ولا ايوه يا حاج قصدي يلا. ايوه. حوار الشقه ده هنعمله ازاي؟ يعني انا لحد المكالمه وانا الصوره وانت الصوت. في الشقه بقى هبقى انا ايه وانت ايه؟ دي لازم نحددها قبل ما نروح مش فاهم. عشان ما نعطلش. يعني انا هنا انا الصوره أيوة. وانت الصوت. في الشقه انا ايه وانت لا مؤاخذه ايه؟ وليه لا مؤاخذه؟ ايه ده يعني انت متعود؟ يا عم انت غريب. انا غريب؟ انت ان شاء الله يا هتيجي حاج، معايا. انت بتاخد ذنوب مش من حقك. انت كده بتاخد مجهود غيرك تنسبه ليك. انت داخل الجنه ليه بتسلك هذا الطريق؟ يا عم مش مهم، انت مالك؟ انا عايز مجهودي يروح له. انت انت مالك؟ مش عايز الميداليه الدهب؟ انا عايز الميداليه. لا انا عايز البت دي. ايه؟ يا عمر، انا بقول لك بقى، انا مش بتاع ميداليات يا جماعه، انا بتاع كده والله. عمر. انا بتاع كده. انت لو صاحب نادي هيجي لك بنات كتير. هتيجي؟ أيوة. خلاص ماشي، قفل معاه وحوار الشقه ده هبقى خلاص اشوفه. قول لها بقى ان انا استناكي بالليل في الشقه. ماشي؟ ماشي. يلا استناكي بالليل يا مهار في الشقه. يلا تكير يا بيبي. ايه ده انت عرفت تتكير منين؟ تكير؟ اه. انا زمان يا ابني كنت بنزل اشتري التكير قد كده. ايه ده؟ ايه اللي؟ كان التكير بيتباع قد كده، بس دلوقتي خلاص بقى تتكير يا حاج، ما تدخلنيش في قصصك. احنا عايزينك تجهز للبطوله. انا جاهز للبطوله. جاهز للبطوله؟ جاهز للبطوله. وري له فين النعش بتاعه ولبسه الكفن وجهزه. ما تقلقش يا باشا، كله تمام. اديله بس تليفونه. خد تليفونك يا حاج اهو. ايوه. ظبط يلا. لنا القصه بقى بالليل. لا ما انت هتيجي معايا. ايوه، ما انا مطمن. ايه ده؟ ايه؟ حاسب في حاجه هنا. قال لك في حاجه بس ما قالش ايه هي. قال مش بس شايف. حلو انه ابتدى يعرف ان في سنسور فيه حاجات. ايه ده؟ ده بقول لك خارق. الراجل ده ازاي هيجيب ميداليه ده؟ مش مهم يجيب ميداليه، مش في لعيبه غيره، لازم يبقى في حد بركه في النادي. بركه هيعمل ده لنا اللي يدعي للعيبه وربنا يكرمنا عشان. عندك لعيبه صغيره طيب؟ عندي طبعا. ماشي. القايمه مليانه يا بيه. ماشي يا عم وريني. ولسه الانتقالات الصيفيه. ماشي يا سيدي. اهو يا سيدي. انت مرزق يا عمر بيه. ليه؟ عشان اللي جايه واحده ست. ايوه انا عايز دي بقى. لا ومش اي واحده ست، دي إيه؟ بطله سباحه. ايوه يعني متدلعه. ايوه، مع بطله العالم في السباحه هانيا علواني. انا هقول لحضرتك، هما السباحات بيبقوا تنكين شويه، فبيدخلوا الكلاب الاول قبلهم. تعالي عشان هانيا دخلت. تعالي تبكسم، بتشم الخوف. شم هتهوى علينا. انت معاك دراي فود؟ ليه امشي بدراي فود ليه؟ عشان ايه ده؟ لا استغفر الله العظيم يا رب. ست كبيره، احنا هنتريق على الناس الكبيره. خدي يا خدي، احنا داخلين بطوله. ادعي لنا ومش عايزين فل بقى من الشباك والجو ده مش عايزين. في ايه دي انا؟ مجنونه، خلي بالك. ايه يا وليه في ايه؟ وليا مش عارفين انا مين ولا ايه؟ مين؟ انا هانيا علواني. ايه ده؟ كان في هانيا ايام الفراعنه؟ انت حضرتك هانيا علواني؟ ايوه انا هانيا. في ايه؟ حضرتك بطله العالم في السباحه؟ ايوه بطل. في ايه انت وهو اثبت؟ ايوه، ما هو انهي عالم اللي انت بطلته في السباحه ده؟ يعني ايه علم؟ انت هتستقبل يلا؟ لا قصدي يعني خدت جوائز قبل كده؟ طبعا انا واخده بطولات يا حبيبي. ايه ده؟ دخلتي بطولات ايه؟ انا خدت بطوله سيدني. خدتيها ازاي؟ كانوا حاطين الجزه سرقتها وجريت. ايه ده؟ سرقت بطوله سيدني؟ ايوه خدت بطوله سيدني وحطيتها في سيدني ونمت على طول. دي بتقول لك حطيتها في سيدني حطيتها في سيدني. انا خايف من الست دي قوي. ايه يا مالك يلا؟ طب انت يعني بتعرفي تعومي وكده يعني اه يا حبيبي. نزلتي بسينات قبل لا كده؟ ده انا ياما اتقبض عليا في البسين.
ايه ده ثانيه وحضرتك بتنزلي بسين تعملي ايه بالظبط؟ يعني ساعات بتمسك تحرش واداب وحاجات كده. تحرش واداب؟ انا خايف قوي. ما تقلقش يا عمر بيه، هي دي البطله المطلوبه. دي هتجيب لنا ميداليه يعني؟ او هتجيب لنا الضغط يعني حسب. ما تقلقش خش. طب بقول لك ايه يا ماما؟ عايز ايه يا حبيبي؟ هتقدري ان انت ايه تقفي؟ ده ايه 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 ده الله ايه ده ايه ده اوعى يا وليه يخرب بيتك. ايه ده ايه اللي وقع ده؟ ايه ده حاجتي؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انت عايز تحرش بيا ولا ايه؟ اتحرش ايه؟ انت ليه بتتهجم عليا؟ ما تهجمتش والله، انا قصدي بقول لحضرتك يعني انت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لو عايز ترتبط قول لي. لا ابوس ايديك. ايه ده؟ والله 70 سنه سنجل، حرام عليكم. هبوسها هبوسها. خلاص بطلي قرف. قرف ليه يا واد؟ في ايه مالك؟ في ايه دي كده؟ في ايه؟ انت ايه هتعصب علينا ولا ايه ده ايه؟ ايه ده ايه ده؟ انت هجام صح؟ لا مش هجام. انت من الهجامين اللي بيقفوا على الدائري صح؟ بيقفوا على الدائري؟ وانت عرفتهم منين؟ ما انا بقف معاهم. تقفي معاهم ليه؟ بنقف مع الناس كده مع بعض على الدائري. ليه يا وليه؟ ليه ايه؟ انت عايز ايه مني؟ عايز ايه؟ الله يخرب بيتك، انت جايب لي انت عايز ايه مني؟ انا ست عجوز، حرام عليك. انت هتعملي فيها عندك امكانيات بقى وخايفه عليها؟ طبعا يا حبيبي عندي امكانيات. فين هي؟ فين هي؟ اهو بص دي. ايه القرف؟ ايه ده؟ شايف دي؟ بلاش دي. بص دي، بص دي بقى، دي احلى بكتير قوي. دي قرف. بص الدريس ده بيعمل ازاي؟ بص 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 دي بقى. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الحمد لله ان انا وحش، الحمد لله. اول مره افرح والله. بس ساعات بحب الزباله عشان تبقى فاهم. لازم تتطعم يا عمر بيه. لا. ايه يلا؟ ايه يلا؟ ايه؟ ابوس ايديك نرتبط. خلاص بقى. ابوس ايديك. خلاص بقى. هعمل لك كل اللي انت عايزاه. كل اللي انت عايزاه؟ حاضر خلاص. لازم ترفع روحي المعنويه عشان اعرف اعوم. اهدي انت وهدي كوتونيل ده علينا بس. اهدي كده. عمر بيه لازم ترتبط بيها عشان تكسب قلبها فنكسب الميداليه. ماشي. ايوه كده. هتجيب لنا الميداليه دي. ايوه انا لو اتبسطت هعرف اعوم واخد جوائز كتيره. خلاص ياما ماشي. ياما ما تخليش بقى تيجي على وشك. خلاص يا اسمك ايه؟ انا اسمي هانيا. هانيا ماشي يا هانيا. يعني حضرتك جاهزه تنزلي تعومي؟ طبعا انا جاهزه. فين البسين يعملوه لي وانا؟ ما خلاص بطلي قرف، الله يخرب بيتك. ولا في ايه؟ هنرتبط، لازم نرتبط. خلاص هنرتبط. ايوه. اخر مره عمتي امتى يعني؟ زمان. ايه اللي اخر مره؟ زمان يعني زمان. عايز ايه مني؟ ماشي. القرف. معلش طيب خلاص احنا ارتبطنا، هتخش البطوله وتجيب لنا ميداليه؟ البطوله ده انا هموت واستحمى. ايوه. والله هموت واستحمى. ماشي. فين البسين؟ البسين جوه. جوه؟ خلاص انا هروح اشوف البسين ايه ده خد هنا. ايه؟ انت بصيت على ايه وانا معديه؟ يعني بذمه اهلك ايوه. هبص على ايه؟ يعني ايه بص يعني على ما ايه؟ بصيتش يعني. بص على ما فاتني. هتبص على ما ايه؟ فاتني؟ ايوه. ما فاتك من سنين يعني. تقول لك ما فاتني، هي فاتها عمر طبعا. ايه يلا عيب ما يلا. بصيتش خلاص مش هبص. ايوه كده. ايه ده مش هتغير عليا؟ لا يعني مش هتغير عليا؟ انت تبص الناحيه الثانيه؟ لا مش مين هغير. يبص عليا؟ مين يبص؟ لو انت حبيبي مش هتبص عليا، مين يبص عليا؟ الله يخرب بيتك. ايه؟ يعني اعمل حاجه مش عاجبك عامل عكسها برضه مش عاجبك. ايوه احنا الستات كده بنمشي على اي حاجه. هتعمل اي حاجه نمشي عليها، مش هتعملها برضه نمشي عليها. كل حاجه كده بنمشي على الستات. يعني الستات مختلفين. الله يخرب بيتك. طب ايه ده؟ طب خلاص ماشي انا هبص ومش هبص. لا ما تبصش عليا خالص. مش هبص. هنرتبط يعني؟ خلاص اوكي. هنرتبط حاضر. خلاص تكلمني بالليل كتير. هكلمك. بس انا هكنسل. ليه؟ كده لازم اتقل، ما هو قالوا لي كده. ماشي خلاص ماشي. كلمني على طول. هكلمك. معاك موبايل؟ طب موبايل ايه؟ انا ست كبيره معيش موبايلات. معاك خط ارضي طيب؟ معايا خط ارضي. كلمني عليه. رقمه كام؟ 122. ايه ده 3 ارقام بس؟ ايوه انا اشتركت فيه انا والبوليس على طول مع بعض. خلاص ماشي هكلمك بالليل. كلمني طب لو كلمتك هترد انت على طول؟ اي حد يرد قول له اديني سماح شقاوه على طول. سماح شقاوه؟ ده انت مشهوره. مشهوره جدا. ماشي خلاص. يلا جيب مي كيس عشان امشي. لا ايه القرف ده؟ لا انا فوتت اللي فات دي. عيب بقى ما عيب بقى. تزعلهاش بقى. لا بجد ما تزعلهاش. يلا جيب مي كيس. المصحف مقرفه يا جدا. عم بوسه ولا ابوسك انا؟ لا ايه ده؟ انتوا بتخيروني ما بين قرفين. يلا جيب مي كيس. انت بتبوس خالتك. ايه ده؟ ما انا مش شيل ايدك. يلا ايوه يا قليل الادب. انا مش سهله. انا مش سهله عشان تتهجم عليا كده. فو عليك. انا بنت كلاب مش سهله كده اي حد. فو عليكم. اما تجهزوا البسين يبقى اندهولي. لا هي دي البطله. ايه يا حضرتك؟ ايه بقى دي بقى اللي انت لازم بعد ما نقابلها نتطعم دي؟ دي اللي انت جايبها لنا دي هانيا علواني. بطلة العالم في السباحة. دي كانت بتسبح دي؟ دي كانت بتسبح في ملكوت الله.
دي ما تقلقش. احنا رحنا في 60 داهيه. اسمع مني، احنا رحنا، انا عايز شباب يجيبوا ما احنا ميداليات. معانا الراجل البركه والست البركه، الشباب جايين معانا يعني. معانا كل. انا بص محامي دقرب. ماشي يا عم. استنى بس اطلع لك سمبوسة. القايمه اهي يا سيدي. بص في لو تاخد بالك تنويعه في الرياضه. يعني رمايه وسباحه، وادي اللي جاي. الحق اللي جاي في رفع الاثقال. بجد؟ اهو بطل العالم في رفع الاثقال الكابتن عبد الحي. يلا يا ابني دخل لنا الكابتن عبد الحي. ايوه يا باشا جاي لك اهو ببطل العالم في رفع الاثقال اهو. تمام. اقلب ايه اقلبه يلا. لا لسه هي من الناحيه دي استوت. اقلب بس لسه هيتحرق. طري من جوه طري من جوه. استناه. ده انت ايه؟ لا بس مش عايز حاجه يموت توجع. هنا. ايه ده صباح الخير؟ ايه ده؟ كل دول هيشوفوني وانا بعمل ازاي ده؟ احنا اسفين يا حاج لو جينا لك في وقت ما فيهوش زياره يعني، بس الامن هو اللي قال تقدروا تطلعوا. ثانيه واحده، احنا اسفين يا فندم. ايه ده يا حاج؟ ايه ده انت بتاخد كلوكوز وتمر ولا ايه؟ انا اول مره اشوف واحد بيتعالج بالكلوكوز والتمر. لا يا ابني ده مش تمر، ده كوكاكولا. كوكاكولا؟ بتاكل كوكاكولا ليه؟ ايوه، ما الدكتور كشف عليا لاني عندي نقص كوكاكولا في الدم، كتب لي على اكياس كوكاكولا وشوب تلج بقى احط على ده وده وسقي. ده دكتور ايه اللي كتب لك على كوكاكولا؟ بس انا عندي هشهشه في العظام. هشهشه؟ فالدكتور قال لي اشرب كوكاكولا كتير عشان خاطر بقى العظام تتفرتك خالص، وابقى لين بقى، واروح واجي مع السرير بقى وانام براحتي بقى في اي حته. سلام عليك طب يا ما تقلقش يا فندم، انا عارفك قلقان. ده كابتن عبد الحي صح؟ هو ده الكابتن عبد الحي. حضرتك بطل العالم في رفع الاثقال يا فندم. ايه ده؟ هو انت ابن كريمه؟ كريمه مين؟ كريمه دي جدتي. ايوه، ما هي كانت صاحبتي. ايه ده صاحبتي؟ هي كريمه من جيلي؟ ايه ده يا ابني؟ كريمه من جيلك؟ ده انا اللي بروح لها، هي ما كانتش بتجيلي. لا مش بتجيلك يا حاج، ما تخبطش بعد اذنك. وانا خبطت؟ هو فاكر ساكن فين ده؟ ما خبطش انت، هو ما خبطش الراجل كبار. احنا بس انا متفائل بيك. بس فين؟ انا مش متفائل بيك اصلا. ما تجيب لي يا ابني حقنه المذيب. ايوه حقنه المذيب بسرعه. ليه؟ ماشي. عايز كام واحده؟ هات لي واحده دلوقتي. ده حقنه مذيب ايه دي يا حاج المره؟ بس انا حاسس ان انا عندي جلطه. حاسس ان عندك جلطه؟ ده دي زي الصداع كده دلوقتي. انا كل يوم بيجيني جلطه وبرحب بيها وبقعد معاها شويه وبتمشي الحال بقى خلاص. فبستقبلها حلوه عشان ربنا يكرمك. معلش ده تاثير. معاك بس كام حقنه مذيب بقى؟ معانا واحده والتانيه هنتعشى بيها بقى ان شاء الله النهارده. ان شاء الله. يلا يا حاج. عضل ولا اوريك؟ لا عضل. طب ادينا في العضل. ايه ده هو بياخدها وده اللي بيتقلب. ايده خفيفه؟ حلوه يا حلوه. احسن يا حاج دلوقتي 100 نتكلم في البطوله. احجز بعد المذيب. لا عشان يبقى انت بس. اما تروح يا حاج نتكلم في البطوله ان شاء الله. بطوله ايه دي صحيح؟ بطوله رفع اثقال. انت بترفع اثقال؟ برفع اثقال. هو انتوا عايزين تضحكوا يعني ولا ايه؟ يعني انتوا عاملين دي فقره كوميديه وكده وضحك وهستيري الضحك؟ هستيري الضحك. امال ايه بتتريقوا على مخاليق ربنا ليه طيب؟ مش بنتريق على انا لسه جاي من مستشفى الجلاء للولاده دلوقتي. ايه ده؟ ايه اللي وداك مستشفى الجلاء للولاد؟ بنتفرج على وهم بيولدوا. ايه اللي انت بتروح هناك تتفرج عليهم؟ لا انا الطوارئ، انا في الطوارئ. انت في الطوارئ على طول؟ الطوارئ. يعني سبت العنايه ونزلت الطوارئ تحت؟ كويس. ايه نزلت من العنايه دي؟ مش انت كنت في العنايه ونزلت الطوارئ؟ لا انا ليا 6 اصحاب اسمهم طارق، لما بقعد معاهم ببقى في الطوارئ. ده مصحح لغه ولا يا حاج؟ ما تشتتناش. يعني المحموديه كلهم محمود قاعدين مع بعض يعني ولا ايه؟ والله على حسب بقى. ماشي يا حاج، بس الله انت يخليك. كويس. انا الحمد لله يا ابني عايز اسلك الشريان بقى. ايه ده؟ اني سلك لي واحد. الشريان، النفس مش راضي يطلع لحد مناخير. اني واحد بس اللي تصدق يا اللي حاج. هو اللي احنا شلنا واحد امبارح. التاجي. التاني بقى اللي هو اني اللي واحد. قصيناه من الشمال واليمين والدكتور قال الأورطة؟
ايوه في شريان مهم قوي في جسم الانسان. اللي هو اسمه ايه؟ الشريان الاورطي. شيلته امبارح. ليه؟ الدكتور قال لي مهم قوي. قلت له شيله. ليه؟ مفيش اهم مني. الله ينور عليك يا حاج. عشان اقدر اسيطر على اجهزه جسمي، لو اجهزه جسمي هي اللي سيطرت عليا هموت. طب وانت شيلته بقى حاسس بهوا بقى داخل؟ هوا بقى، طراوه بقى صح؟ والعظام ان شاء الله هنشيلها برضو باذن الله. ولا عظام ولا شرايين. في شويه اجهزه كده لو حابب تشيلها، اللي هي الكلى والكبد والحاجات. هنشيلها ونجيب حاجات تنفع، نجيب ثلاجه، نجيب حاجه. ماشي كويس. يلا يا حاج يلا نسلك يا حاج. هيسلك يا حاج والنبي عشان الدنيا. شكرا. ايوه شكرا ايه؟ ايه رايك في الحته دي؟ ايه رايي انت بتتمرن داخل بطوله ولا انت ايه؟ عشان نسلك الشريان. الشريان دلوقتي بقى على الابيض عشان صح؟ الدم يجري مروحه. مروحه؟ الحمد لله. ماشي يا حاج. يا حاج ما تتعبنيش، انا صغير بس عندي ضغط، ريحني يا انت ليك في رفع الاثقال. تاني هنضحك تاني بقى وكوميديا برضه ولا ايه برضه؟ طب قول لي نكته طيب ما دام دي مش حلوه دي. يا حاج احنا جايين. انا يا ابني كنت برفع اثقال ده زمان. ايوه امتى بقى؟ ايام الملك فاروق الفيشاوي. هو بقى ملك؟ وبعدين ابنه بقى احمد فاروق الفيشاوي مسك بقى دلوقتي. مسك بعده؟ وبقى الرجل التاتو. ده ايه الرجل التاتو ده؟ هو في الرجل الاخضر والرجل الطائر والرجل التاتو والرجل العادي والناس. يعني هو يا حاج يا ابني ايه فك لي الكاتانوليا دي بقى، مش عارف اعيش فيها. كاتانوليا؟ الكاتانوليا دي العرق داخل في الابره. العرق اللي هو اللي داكل في الابره؟ ايه تغني ده؟ خلاص شيل له العرق، شيل له العرق. تسودني اللزقه دي. ايوه بس كده خلاص. ياه. وبحب الكوكاكولا بقى وبشرب كوكاكولا كل يوم. انت حياتك كوكاكولا. ودي 7 دي بقى تقريبا. بس السودا رايحه، غيرها لي، هات لي واحده فيها سودا. يا حاج انت مش في كافيه يابا، انت بتموت. ايه؟ يا عم الاعمار بيد الله وحد عارف هيموت امتى، ما انت عايش اهو. صح. هي ايه يا ابني بالعجز؟ مش بالعجز يا عم، انا بحب عمرو دياب قوي وبحب الاغنيه الجديده بتاعته بتاعت دبدب. دبدب؟ مكسره النت دي، مكسره اليوتيوب. مكسره ايه؟ مفيش اليوتيوب اغنيه والله مشاهدات ايه، طالع ترند هو وحمو بيكا. ترند هو بتاع حب عمري نسيته فاتني، معيش مع واحده تزعلقني. هو كمان بيغني الاغنيه الثانيه بتاعت رب تكون ميزنا بميسا. ايوه بيقولوا من نفسي عسيسه، رب يكون ميزنا بفيسه. عشان نشرف اهل الجيزه. هو مش عارف هو بيقول ايه، بس رب تكون مسهله معايا. يا حاج انت راجل المفروض تسمع عبد الوهاب ومن الجيل ده، مالك؟ لا بحب دبدب قوي. مفيش اغنيه ايه دبدب دي؟ لا دبدب معروفه. في طب سمعها لنا كده. دبدب على الباب، طب وانا دبدب خليك للصبح دبدب، مش هفتح علشان انا مش هنا. ايه ده يا حاج؟ طب ما كمل، بص من العين السحريه، كمل. راجع حط صاحبك عني، راجع صاحبك. نفس الاغنيه اصلا. نفس الاغنيه ايه؟ بس عمرو غناها ومش عارف مين وهيفاء. ما هو اصل رجب اللي كان بيدبدب فهم دخلوهم في بعض. يا حاج انت ناقد فني جاي تجيب لنا الالحان اللي لا متاخده. انا قاعد على السرير ده خلاص، واخد اوضتي في العنايه، مستقر. يوتيوب بقى كل شويه يوتيوب واتفرج على الحاجات الترند. طب انت دلوقتي يا حاج احنا عايزينك في بطوله ان شاء الله. انت شبه الواد اللي بيلعب على فكره في ليفربول. ايوه انا لسه محلل ليفربول امبارح. محللته؟ بس بتاعتي تمام الحمد لله. يا حاج محمد صلاح. انا شبه محمد صلاح؟ لا شبه الواد الاسود اللي جنبه مونيه اهو، سيد مونيه اهو. ايوه ده بقى قاعد على اليوتيوب متابع ودماغه والله نفس الخلقه. ايوه يا حاج. بس اوعى تبقى اناني زيه. لا عشان واد ما بيديش لصلاح خالص بجد. اول ما تقول تحس ان صلاح ده جوز امه مثلا، او هو نايم في الفندق صلاح بيديله بالشبشب على قفاه بالليل، يقول له في بورسي يلا ماني دين هتديله. لا ماما صلاح جنبك والجون فاضي، يروح ماني مزحلقها بره. ما يديلوش ابدا. انا هكلمه دلوقتي. هتكلم مين؟ صلاح؟ ماني. انت معاك رقم ماني؟ هجيب قلب بس. دماغ ده انتيم يا ابني. كلم ماني يا سيدي. الو ماني، ازيك يا؟ بيتكلم انجليزي بيتنطط لسه، التناكه في دمه يعني، مش في الملعب بس، بره وبره جوه الملعب اناني، وبره يتكلم انجليزي يعني هو اجنبي.
How are you, Money? Money, why you don't bus to Momo Momo? Why? Please bus to Momo. Momo is behind. Why? What اديله? Why? Momo is kind man and beautiful. Please, Money, huh? Money. Bibo. بليز باتو ماني باتو مومو فكك من فورمينيو ده مش تمام. ادي الماني ادي الجناه ها حبيب قلبه ماني. If you don't pass to مومو I will kiss your mother. اوكي ما يصحش. اوكي your mother is my best friend. اوكي هلو فايف. هاي فايف. هلو هلو فايف. انا اختم بس بختم معاك. ده رقم كام؟ الو ماني باي باي صاحبي تمام. باي باي الله يقرفك. الصحاب يلا. الصحاب يلا ايه؟ الصحاب يلا ايه؟ ازاي انت هتبوس ام ماني؟ ما انا ببوس امي ده عادي والدنيا ماشيه. وامه تحت والله بنبوسها اهو. بنبوسها جايه ايه؟ زياره النهارده اهو. طب يا خلاص مامتك تحت مولعاها بنتي ودرمانه. انا جبت لها ميه هاخد حقها منك ها. طب احنا لازم سيبه هو نخرجه دماغه. بسرعه. لا اله الا الله يفنى العبد ويبقى الله. خلاص اتفضل. انا هتكل على الله. اتكل على الله. هاجي على البطوله بتاعت رفع الاحمال. رفع الاحمال. وعلى الله الحمل كله على الله يعني. على الله يا حاج. وهنرفعها ببركه حسبي الله ونعم الوكيل ان شاء الله. ده يا ببركتها. حاج يا ما تجريهوش مش هيخلص. حسبي الله ونعم الوكيل دي بتشيل الاثقال كلها وبتشيل الاحمال كلها. بس يلا يا حاج واحنا هنبلغ الورثه باي حاجه هنبلغ. ما شفتوش ابني؟ لا ابني لا. لو شفتوه قولوا له الوصيه دي. ايه؟ كلمتين يا ابني عندي اغلى من الياقوت. كنت مصدع يوم ولادتك تجيب لي ريفو لما اموت. طلعوا يا عم. ساعات بسرح وبسال نفسي والدماغ تفكر يا ترى هتجيب لي خمره لما اكبر؟ هي على الصحاب يلا بوم بوم تخ الجدعان بوم بوم تخ. ده بقى ايه؟ انت جايب لي حناوي يخش بطوله وهيقول لي هي خه وهو خه. جايب لي حناوي. انت خدت بالك في الرياضه متابع صلاح، في الراب متابع مكي، ده واحد متابع الجيل. اهم حاجه المخ شغال. المخ احنا مش عايزين مخه. ليه؟ ما هو احنا عايزين عضلاته. مش مهم العضلات، هو ياخد قرار بمخه وهيشيل. انا خلاص حلم عمري هيروح مني. انت على الميداليات الذهب؟ اه طبعا. انا بقول لك جايه بس انت اهدى كده ويلا بينا على البطوله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، معاكم كابتن عبد الناصر تخنان. النهارده قبل ما نبدأ البطولة الأولمبية عايز أوجه رسالة لكل المتسابقين النهارده وأقول لهم ما يبقوش مغرورين. زي ما عمرو دياب قال في ألبومه الجديد: أنت مغرور، أنت معدوم الشعور، أنت ساكن في العبور، وأنت أمك اسمها عبد صبور وعجيبك. أنا عارف عنك كل حاجة. والنهارده في اولى المباريات هنبدا البطوله الاولمبيه بدخول الحكم الدولي العالمي كابتن حوده دنجل. اتفضل يا كابتن. انا مش فاهم يعني فين المتسابقين بالظبط يعني، ولا انا اختار 10 من الجمهور ونلعب على المسرح ولا ايه؟ المتسابقين كلهم جايين يا كابتن ان شاء الله، كلهم هينوروا الدنيا ان شاء الله باذن الله. هما المتسابقين جم وانت نصك التحتاني ما جاش لسه ولا؟ اصل انا كده الكاميرا بتجيب النص الفوقاني فانا برحرح من تحت. ثواني المتسابقين هدخلهم لك. حاضر عينيا الاثنين يا كابتن. مع اول بطوله النهارده بطوله الرمايه، ومعانا المتسابق الدولي العالمي كابتن ابراهيم عجوة. وقفوا في حته فيها شبكه بقى. ايه ده؟ في ايه ده؟ غريب قوي يا حاج يا ريس. ايوه. ايه ده؟ ابو حفيظه معانا في المسابقه هنا؟ انا ما اعرفش يا استاذ والله. ايوه. تعالى يا حاج. هي دي البطوله؟ هي دي البطوله. اتفضل نضرب طلقتين كده تحيه البطوله. ايه؟ طلقتين تحيه البطوله. دي بطوله محترمه. لو سمحت اتفضل اقف مكانك. اقف فين؟ اقف في المكان اللي اوقفك فيه عشان تبتدي منه المسابقه. يلا. اتفضل يا بيه.
اتفضل يا حاج. انت مش شايف من غير العصايه ولا ايه؟ اقف يا حاج. كده تمام؟ لا ارجع ورا سنه بعد اذنك. اقف. انت هتتعبني ليه؟ اهو. ايوه بالظبط كده. ما تعديش الريحه دي. ماشي. طول ما انت شامم الريحه دي يبقى انت واقف صح. تمام. تمام يا حاج. ركز كده عشان دي بطوله. ها تمام كده صح يعني؟ كده زي الفل. لا نزل المسدس لما اقول لك اضرب. الله يرضى عليك. ماشي. ماشي يلا بينا. يا سمويل. والآن مع دخول لوحة النشان تجهز للبطل المصري. احلى لوحه في الدنيا. يلا حط الهدف عشان الحاج يضرب عليه. ايوه اظبطه كده. اتفضل. ايوه بالظبط كده. يلا يا حاج. ثواني ابتدي. اهي يلا يلا اظبطها يا بابا عشان يضرب على ال. ايوه ثواني يا حاج عشان اظبط بس البتاع. اضرب ما اقف انا قدامها ويقتلني ونخلص. يلا صح؟ طب يلا يلا. ايه احنا في مولد؟ يلا الساعه. يلا يا بيه حط الهدف يا بيه. ماشي. ها ها يا حاج. جاهزين؟ لا اول لما اقول لك اضرب واصفر هتضرب على طول. يلا. تمام؟ يلا يا حاج يلا. انت والآن نستعد إلى الحاج إبراهيم عجوة وأول تهديفة. ثانية واحدة. انت بتنشن على دبانة ولا ايه؟ عمال تعمل بالمسدس ليه كده ليه؟ في ايه؟ انت فاكره سيف؟ يلا يا حاج. اول ما اقول لك اضرب هتضرب. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. ايه ده؟ ايه ده يا راجل المعلق؟ أنا بنزف عناب. يا نهار اسود. بنزف عناب. ايه ده؟ بنزف عناب. لا اتفضل ايه ده؟ منين؟ هموت يا جماعة دكتور يا جماعة. هموت. وانا مت ولا ايه؟ ما انت جايه منين؟ لا مش قلنا دكتور. انت جاي متحف الشمع يا دكتور. يلا انت ماشي على الايقاع كويس. كمل. ماشي على لقاء انا في استوديو يا دكتور. يلا هموت. ها يا هموت. ها تشتكي من ايه؟ مراتي مزعلاني شويه يا دكتور. واخد رصاصه. واخد رصاصة. اوكي بسيطة يا ابني بسيطة. ما تعملش كده. خد. إيه ده؟ ادهن المرهم ده على الجرح هيلم لوحده. كنكم يا دكتور بموت. يا ثانية واحدة يا بيه. يا دكتور هو مش واخد الطلقة تحت باطه لا مؤاخذة يعني. ده واخدها في قلبه معلش. ايه كينونتك؟ انا ايه كينونة؟ كينونة. انا حكم. يعني ايه حاج؟ مش عارف والله. مشاكلكم دي تحلوها في البيت يا دكتور. بموت. انت بتكسف ما عليك. تعالش يا دكتور. بقرف. مش بتعرف ايه يا دكتور؟ انت الرصاصة في صدرك. اللي بيه على وشه ايوه اخبطي خبطتين الرصاصة يلا طلع هتقع. اللي هو انا بقصد يا دكتور. يا دكتور مش رضيع انا بموت. انت دوشة. هاتيه وتعالي ورايا. شيليه. ايه؟ شيليه. وانت ايه؟ تعالى شيله معايا. مثلخ يا جماعه. جوه. هموت هموت هموت. هموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده ناقص يبعت له العلاج على الواتساب ما يقابلوش. إيه دكتور إيه ده؟ ده غريب قوي. ايه يا حاج؟ ايوه ايه؟ تعال. ايوه ايه يا حاج؟ خلي بالك اتعامل معاه من بعيد. ما تحطش إيه؟ وشك جنب القفص. انا ما اعرفش انه ما بيهبش. جربش ناحية القفص. ده بيهبش قوي. ايه يا حاج؟ ايوه انا والله انا. هو إيه اللي حصل؟ مفيش. كنا بننقل العفش النهارده. مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. هتتجوز إمتى؟ اهو والله لو عشت ان شاء الله ربنا يكرم هتجوز. لا تعيش إن شاء الله باذن الله. بس ده وقت وإحنا في بطولة. معلش بقى. هو في واحد مات كده يعني والحمد لله. تاني؟ أنت قتلت واحد قبل كده؟ ايه ده؟ عد الجمهور يلا بسرعه. عد الجمهور. لا كاملين يا عم الحمد لله. في ايه؟ أنت قتلت مين؟ ده زعلان. ايه يا حاج؟ طب صلي على النبي. هات له جبنة بخيار. صلي على النبي. انا كده البصمات لبستها رسمي. ها؟ ايه يا حاج؟ اللهم صل على النبي. هو إيه اللي حصل؟ طب اديها له في دماغه ونرتاح. هو بس اصله بيسمع شريط عمرو مفيش يا دياب. حاج معلش. خلاص يلا نكمل المسابقه كده بس عايزين نركز. ها؟ يلا انا جاهز. ايوه ركز كده عشان مفيش ايه الا احنا كده اللي عايشين. ها؟ ولازم تجيب الضربه دي عشان تبقى المسابقه اتحققت واقدر اديك مركز يعني. بقول لك ايه، انت شفت عينه؟
انا مش عارف، بقول لك ايه؟ ايه؟ خليه يضرب وانت القه في الرصاصه يلا بالهدف. طب ما تعملها انت، لا بس نطيت حلوه قوي لا والله. حط بقى خلاص، اضرب يا حاج يلا. ثواني. رجعونا تاني بقى للشقاوة. ها ايوه ها ها. هتمرمطنا معاك ليه يا ابويا؟ طب سيبهولي انا بقى. يا عم الدنيا يا حاج حجوجي، قوم يلا عشان عندنا ناس عايزه تتقتل. يلا قوم يا حبيبي يلا. حد عايز تقتل؟ قوم هو فين؟ يلا قوم. بسم الله الله اكبر. صمويل دكتور يا اخوانا. اشوف انا اللي شفت ولا عمرو دياب جه. يلا عمرو دياب. انت ليه بتتمخطر؟ انت مغرور، انت معدوم الشعور، انت زي الزينه ديكور واللي عشرك معذور. انت اصلا مش دكتور. ايوه اصلا مش دكتور، معلش انا واخد طلقه. خلصت؟ انت ليه بتستنانا نخلص؟ ما تعاليش ده على طول. بتشتكي من ايه؟ خدت طلقه في صدري خدت طلقه في صدرك؟ وعامله لي واوا. عندك واوا؟ عندي واوا متعود. معلش يا حبيبي، ميه، كوبايه ميه بسرعه. ايوه كده ايوه كده. مش عايزك بس ايه تتضايق وتتنرفز، اهدى وهدي اعصابك وروق. ايوه كده يا دكتور بقى. اهم حاجه العلاج النفسي. انا هموت من العطش. كنت هموت والله. طب اديني بوج منها. كانت داخله على شقه. شيليه وتعالي ورايا، ما تقلقش. اديني. ما تشيليني طيب. اهو نبقى استفدنا حاجه. يا لهوي هموت. يا رب انا عملت ذنوب كتير قوي يا رب، بس مش عايز اموت الموتة دي يا رب. ايه يا حاج؟ ايوه ايه؟ انت واقف تجيب عيش؟ ايوه انا. خد اقول لك. ايه خد تعال. ما حد يجي بدالي والنبي. هو ايه اللي حصل؟ مفيش، كنا بنجيب النيش. الف بركه. الله يبارك فيك. مبروك. الحمد لله. طب وده وقته مش معلش بقى، قلنا بقى نخلص الدنيا كده عشان اخش على طول بعد المسابقه. يلا لو ربنا كتب لي عيش يعني. ايه؟ تمام. لان مفيش الا انا وانت دلوقتي في المسابقه. ايه؟ ايوه مفيش الا انا وانت. يعني ايه؟ يعني انا الوحيد اللي عايش معاك دلوقتي، فكده هضطر الغي المسابقه عشان انت كده خلاص يا حاج تعتبر. لا ما تلغيش المسابقه. لا ما ينفعش الغي لو المسابقه. لغيت المسابقه هديها في نص دماغك. انت مين في نص دماغك؟ انا هصدع والله لو ضربتني في دماغي. هديها في نص دماغك. انا حكم ما بموتش. بسم الله الله اكبر. ايه ده؟ ده جابها في النص. يا ريتني قلت لك تنسحب بالاول يا اخي. يا حاج ابراهيم، طب دلوقتي لازم المعلق يجي يا جماعه. المعلق فين؟ ايوه خير. هو انت لحم حوض يا حاج ولا؟ مع الدكتور قال لي طلع تنزل مع الحصوه. بص بقى وراك عامل ايه بعد ما اداك الطلقه في صدره وده في قلبه ده جابها في النص. في النص بالظبط. اذا نعلن عن فوز البطل المصري ابراهيم عجوه. ايه الظلم ده؟ ما ينفعش افوز. ما ينفعش تفوز. ايه ده معترض على النتيجه. خلاص بقى. بقول لك ايه، اعلني عن المسابقه الثانيه خلينا نخلص من اليوم العجيب ده. الان مع بطوله رفع الاثقال. رفع الاثقال يعني هتورينا القوه وهتورينا الهمه. ايه ده انت عايز؟ لا رشلك كتفصت بقيت كويس. الناس دي عادي بتضربوا بالطلقه عادي. دي تقيله قوي. ايوه ما هي تقيله عشان حديد. يلا معايا يا مسهل. يلا الحمد لله. والان اللحظه الحاسمه لدخول البطل العالمي عبد الحي عبد الحي. Yeah.
الصلاة على النبي دي يا باشا. خلصت انت؟ الحمد لله. هنا البطولة؟ دار الفؤاد المبنى اللي جنبينا ان شاء الله. لا احنا جايين عشان البطولة. جاي عشان بطولة ايه؟ رفع الحمل. رفع الحمل؟ جاي تعمل ايه؟ ارفع الحمل. عشان ايه يعني؟ عشان اكسب الميدالية بقى الدهب. دهب؟ خد ميدالية ليزر اهي واتكل على الله يابا، ليزر اخضر اهو. لا احنا جايين على الدهب ان شاء الله. الدهب؟ باذن الله. انت اللي هتشيل الحمل؟ بأمر الله. ازاي يعني يا حاج؟ انت هتقدر تشيل الحمل؟ هو فين الحمل ده؟ الحمل اهو يا حاج. ايه ده؟ هو ماله كبر كده ليه ما شاء الله بقى؟ ده انا جاي على حمل تاني يعني. انت كنت فاكر الحمل ايه؟ مشبك يعني هتيجي تشيله وتمشي؟ امال ايه؟ لا الحمل ده اه. اللهم صل على النبي. ده كبر اهو ما شاء الله، بقى حمل كبير اهو. الله اكبر. علمي الحمل ده علمي. لا انا ما شيلش انا بقى ده يا بيه. ليه؟ ده كام كيلو ده؟ الحمل ده بالظبط 150 كيلو جرام. وانا كام كيلو؟ ده من غير الشنب والدقن والشعر ربع كيلو صافي. يعني مين اتقل انا ولا الحمل؟ لا طبعا الحمل. يبقى الحمل اللي يشيلني معروف. انت عمرك شفت رز شايل تيريلا؟ لا طبعا. ولا التيريلا اللي بتشيل الرز؟ التيريلا بتشيل الرز. انت اللي شايل كرشك ولا كرشك اللي شايلك؟ لا انا اللي شايل كرش. طب انا بقى هغير قانون الطبيعه؟ يعني انا جاي اقول لنيوتن انت حمار؟ انا جاي دلوقتي من المشفى اقول لنيوتن انت ما تنزلش تاني من البيت يابا، انت مخك تعبان، اواري التفاحه والكلام ده كلام فكهانيه. ايه ده؟ انت فاكر نيوتن؟ انا كده جاي اقول لنيوتن انت فكهاني. ايوه ايه علاقه نيوتن؟ التفاحه والبانيو والجو ده كله. انا جاي الغي الجو ده كله بقى. بانيو ايه؟ ما انا هشيل الحمل يبقى انا بلغي بقى، مفيش جاذبيه بقى. ايوه لا مالهاش علاقه بالجاذبيه. وبعدين نيوتن مات من 3000 سنه، انت كنت صاحبه ولا ايه؟ امال ايه يا ابني؟ انتيمي. انتيمك؟ ربنا يرحمك يا حاج. انت يا حاج هتشيل البار ده كله هشيل كده؟ ايه؟ هتشيل البار ده؟ البار؟ لعن الله حاملها. هو انا بقول لك تعالى نشرب كاسين قبل البطوله؟ مش بتقول بار يبقى هنسكر. ده اسمه بار، ده اسمه بار. ده البار؟ وبعدين هتشيله بقى نطر المفروض. هنطرها ها؟ تمام يا حاج. وانتوا ايه هتعملوا ايه وانا بنطرها بقى؟ هنسقف لك يا حبيبي. الله. هو انا هلاعب الهوا ولا ايه؟ لا في متسابقين معاك بس انت معطلني. طب فين البطل اللي انا هلاعبه؟ هو انت مش عارف انت هتلاعب مين؟ انا ما اعرفش. انت هتلاعب حموقه الاحمر بطل مصر واثيوبيا. حموقه الاحمر؟ يلا نشوف حموقه الاحمر ده. خلي يا ابني حموقه. بيقول لك بطل مصر واثيوبيا. الان دخول البطل العالمي حموقه الاحمر. اتقدم والساعه خلاص تتندم اهو ياخد جوله تفقديه في المكان. هي البطوله دي مشي بس ولا ايه؟ هو ده شبه مشي ولا ايه؟ ايه يا عم ده شبه الديك يا عم. انا هديك يا عم، ده انا هديك في السقف. حموقه اقف هنا. ايوه ما تستفزش الناس المتنافسين معاك. هو ده اللي هلعبه. ايه؟ هلعبه. ايه ده بياكل بقه يا عم. بص احنا نسيبه وهو هياكل نفسه وهيموت لوحده، مش مشكله. عايز ايه؟ هو ده اللي هلعبه. بيحبوا ده اللي هيلعبه. انا هقدره. بيقتر زي الجمل. والله ده هياكل نفسه وهيخلص هقدره. ايه؟ هقدره. بص هيتحول لحصان دلوقتي ولا عارف؟ دي انا هقدره واخلي كل في حته ادر كده. ودي ايه يا باشا؟ يا باشا دي البطوله بتاعت السلام مش المعاتيه لسه بكره بالليل. ايه الحركه دي؟ لا عيب، قلنا دي عيب. قلنا دي بتستفز اللي قدامك فعلا. تمام؟ انا هتحرك. ايه؟ طب بقول انا هبحرهم. احنا مش انا بقول لك ايه؟ خدت بالك؟ انت ايه؟ يعني حرم. وهو بيضحك بيعمل كده. يتحول لحصان في النص، هو فعلا كده. انا هضحكه. احنا يا ابني مش سامعينك. احنا لو نعرف انت عايز ايه كويس. انا هطلع. حموقه. ايوه. ما تستفزش الناس. وده سؤال البطوله، لو عرفنا الراجل ده بيقول ايه فيها مليون جنيه. والله المفروض فعلا. شيل يا حموقه يلا البار بتاعك اللي انت يا تحت. ابني لا يشيله على دماغي ده. اهو البطل حموقه الاحمر. ارفع
ارفع. ارمي حمولك عليا ولا شيل عنك شوي. يا نهار تين، ده عنده 23 سنة والحمل خده ومات. امال انا لو شلت الحمل هيحصل فيا ايه؟ ده انا هبقى جرايد بعد كده. هتفطروا عليا، هتحطوا عليا فول وطعمية بعد كده. هتروحوا كارفور تجيبوا همبرجر 3 وعليهم انا هدية. ايه يابا ده؟ انا مش فاهم والله. طب يلا يا جماعه، طب دكتور يا جماعه، الدكتور معانا على طول يا جماعه. انت البقسماط هو اللي بيصوت ولا ايه يا باشا؟ ده اعلان بقسماط ولا ايه؟ يا دكتور؟ هو الدكتور مش عايز يكشف؟ انا مش فاهمه والله. هو ده دكتور ولا هو ده حالة متهيأ قسم لنا؟ ولا حالة بحياته؟ والله ده الدكتور اقسم. ولا متهيأ لنا ان في دكتور دخل كشبح؟ ملاك يعني؟ ما ممكن يبقى احنا شايفين بالطو ماشي واحنا مش احنا هنخرج الراجل عشان اكرام الميت دفنه لا بقى. حول ولا قوة الا بالله. ده البطولة دي خطر بقى. لازم. ابحث انت يا حاج عبد الحي. ده حموقة، بص ده حموقة مات. حموقة راح في داهية و22 سنة. يلا بقى معايا بالراحة كده. ها؟ هما 2 شباب في رعيان شبابهم مش قادرين يشيلوا الحمل. وانا في اخر خلاص بيني وما بين القبر سنتي. هشيله؟ هو انت اللي داخل بقى ودماغك ناشفة. ايه يا باشا؟ اتفضل يا حاج. الله عليا؟ المفروض ان انت هتشيل. طب التراب قريبة ولا هناخد وقت؟ عشان تودوني بسرعة ولا ما تقلقش، في دكتور. عشان نتحاسب على طول. ما تقلقش، انت جسمك تمام، شادد نفسك. يا ابني انا مشكلة، انا لو عليا اشيل الحمل. بس انا عندي مشكلة. ايه؟ انا عامل عملية شايل العمود الفقري. ومركب ملة سرير مكانه طيب ولا ايه؟ لا مركب فيه اوكلايزر. اوكلايزر؟ عشان الصوت. يلا يا حاج، يلا تعالى، ربنا يستر عليك والله. صلى على النبي ان شاء الله. اقعد يا ابويا. لا اله الا الله. فكني بقى الكتانوليا دي، ما احنا هنموت خلاص. احنا عاملين لي بحالين ليه؟ يعني انا الناس الفهم زينه. انا راجل دلوقتي اتكل على الله خلاص. يعني خلاص، يعني حموني بقى لقوني دقني، انما حط لي محالين دافعين حسابها بس يعني يبقى لنا 6 سنين بنشرب كوكاكولا ولا خفينا ولا اتسينا على اي حاجه. بقول لك ايه يا حاج؟ لا حول الله. ايه؟ نفسك في ايه قبل ما تشيل؟ نفسي اشيل. بس كده؟ يلا ربنا يكرمك. تبوه بيحلم بسبيستون دلوقتي. تبوه حجنا ايه يا بيه؟ هو انت فاهم البطوله تيجي تنام هنا ساعه وتمشي ولا انام عشان اقدر اشيل. طيب تقدر تشيل؟ ما تنام في بيتكم. ما انا كنت مطبق في المستشفى. مطبق بقى وتيجي هنا ما تتعالج؟ ينيمونيش في المستشفى كل يوم، في مستشفى الجلاء، واخد بالك؟ كل بتعمل ايه في مستشفى الجلاء؟ مستشفى الجلاء للولاد. انت بتعمل ايه هناك؟ بعمل ايه؟ بولد. انت اللي بتولد؟ الحمد لله شغال دكتور بالليل. ربنا يديك هي الولاده فيها ايه؟ ايه؟ بتاعت تشت ميه وعلى الله وخلاص. على الله، كله على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا جاهزين؟ والله انت هتودينا في داهيه. يلا. الله. ايوه يا رب. امسك كويس. هو ليه انا اللي بطلع مش الحمل؟ ما عشان انت عمال ترفع من تحت. المفروض بقى تجمع الطاقه دي لفوق، تبقى فاهم؟ مش دي. هو بيرفع ازاي؟ هو ما انت شايف هو واقف عمال يعمل ايه ده؟ انا بعمل كده؟ والله دي حركه حلوه. يلا ركز يا حاج، ما تشيلش رجلك، شيل البار. لا اله الا الله. هي كام كيلو دي؟ 150 كيلو. امال في ايه؟ يلا شيل. احنا بنشيل بال 300. يلا بقى. اسد يالا في ايه؟ اسد يالا.
ممكن بص اشيلها كده بص اهو كده كمان. ممكن اعمل بيها ديفيليه يعني. ايه ده ازاي؟ ديفيليه يا عبد يا زياد بص اهو. لا 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 لا. اوه بس خلي بالك يا حاج. على السلام على النبي واللي يسلم على النبي. ولا سحر ولا شعوذة وكله بنص جنيه. كله بنص جنيه يا ابني ادم. عم انبوبه خلي بالك انت كده هتخسر. بتقف ازاي؟ ايه ده؟ حد يمسكها معايا والنبي. انت ما تفتكرش كده ان انت نجحت في المسابقه. امال ايه يا انت بيه؟ لازم تنطر الوزن. انطرها؟ نطرة حلوة يعني؟ نطرة حلوة يلا صدري عشان تكسب كده؟ ايوه يلا ايه؟ ايه يا استاذ الناس اللي بتحدف حديد على النار. ايه ده؟ الراجل ده يا بيه واخد طلقة في بطنه وعايز. والنبي بس وانت تحت علبة سجاير بالمرة. طالما وده واخد بتحدفوا طلقة. حاجات على البلكونات. واحد واخد طلقة في بطنه وعايش وده واخد طلقة في قلبه وعايش. لا القلب الناحيه الثانيه. القلب القرية دي ايه بقى؟ بصراحة دي القرية الذكية بقى. الناس اللي بتيجي صحتها على الموت. ما انا مش فاهم هم بيتضربوا بالطلق ويكملوا عادي. ارفع لنا الثانيه طيب يا حجاج. انت كده يا حاج تمام. الله يخليك يا انت كده اعلن بقى نتيجة المسابقة دي بالنسبة للحاج. والآن نعلن فوز البطل الهمام عبد الحي عبد الحي. شكرا يا ابني. بقول لك ايه؟ ايه؟ لو شفت ابني قول له الوصية دي. تمام. كلمتين يا ابني عندي اغلى من الكنافة. غيرت لك زمان قوم شطفني بالشطاف. ايه؟ السلام عليكم يا حاج. لما انا شايلك العجز المستشفى بالليل. لما العجز يبدأ ينهش فيا ويجور عليا هتجيب لي مزة حلوة تطبطب عليا. ده راجل سبحان وبيغني راب كمان. عجيب عجيب. الحقوا بقى نعمل في نفس حاجة بقى. ايه يا معلقنا في مسابقات تانية ولا خلاص نقفل الدنيا كده؟ أما الآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى المسابقة الثالثة، مسابقة السباحة سيدات، يعني الدلع كله. دلوقتي هننتقل إلى حمام السباحة. رجعنا تاني يا أعزائي المشاهدين، وزي ما حضراتكم شايفين ما قدرناش نروح لحمام السباحة فجبناه عندنا هنا عشان المكان يبقى واسع. ايه انتوا جايبين حوض وبتقولوا عليه حمام سباحة يا ابني ولا؟ لا ده حمام سباحة. ده حمام اولمبي ده معترف بيه يعني؟ أولمبي طبعا أولمبي. تمام اعلن دخول المتسابقة. والآن أعزائي المشاهدين ننتظر دخول بطلة السباحة وبطلة شواطئ أبو هيف طنط هانية علواني. اتفضلي يا طنط. عمي يا صياد عامل شباكك فين؟ كل ما بصطاد يطلع لي قدامنا. عمي يا صياد عامل شباكك فين؟ حرام عليك يا ابني. والله يقتلي. تعالى يا بوس. لا امشي. اي حد يبوس بقى حرام عليك. لا انا بخاف من الحشرات والنبي واحد. انا مش حشرات انا زواحف. تعالى. بخاف. لا والنبي ارجعي يا حاجة. تعالى يا ولدي. الله ايه ده مالك يا ولية في ايه؟ فين البسين؟ انت داخلة تنامي داخلة بالروب يعني ولا ايه؟ ما هو ده الروب دي شامبر قبل البتاع. روب دي شامبر؟ طب يلا يلا هو ده البسين اعوم فيه. هو المفروض البسين اللي ورانا الاولمبي ده. يلا انا جاهز. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. يعني طب ادغدغ الصفاره دي تحت رجلي طيب. في ايه يا ابني مالك؟ انت رايحه الساحل ايه اللي انت لابساه ده؟ اهو بكيني اهو. في ايه؟ بكيني ايه وقرف ايه؟ فين مايو البطوله الرسمي؟ ما هو ده المايو بتاعي. في ايه؟ خشي اتحرقي في البسين يلا. ماشي. انت هتقري فينا. انت لابسه ايه؟ رخمه قوي. انت لابساها على انها شبشب ها؟ عادي اهو. انت يا ست ايوه. ما تنطيش في الزفت اللي قدامك ده لما اقول لك نطي. حاضر استنى اشوفها بس ساعه ولا سخنه. ساعه قوي. ده انت كهينه كهن. كهينه قوي. خلاص يا حكم في ايه؟ يلا ريدي ستيدي جو. نط يلا ريدي ستيدي جو. اهو طنط هانية فطت في المية فط وبتعوم اهي. بتعوم زي السحلية وبتعوم بكات اهو. بتعوم بكات. الله شريهان بتعوم. شريهان داخلة باستعراضات. واهو اهي دي ايه ده؟ عومت اهو. بترشحها في مجلس الشعب. يلا طيب بتعوم. عومة الضفدعة. الضفدعة دي اللي هي كده دي. عومة الضفدعة الشهيرة. ايه ده؟ موج عالي هغرق. موج عالي ده انت في بسين يا بنت اللذينة. الموج عالي يا ابوي. يا جماعة دكتور. ايه ده؟ احنا في جمصة
ولا ايه ده؟ يا بتاع الفريسكا الحاجة هموت. ايه ده؟ معاك عوامات؟ ها ايه يا ولدي الحقني هموت. هموت في ايه؟ كرشه بيلعب وهو كده. هموت. انت مش عايزه حد، عايزه حد بيعرف يعوم. بيعرف يقوم ايه؟ الحقني عايزه كوبلة الحياة عشان اعيش. قبلة الحياة؟ ايوه. ده لو اتنبضت على بطني يا ناقصه بكتيريا، كفايه اللي انا فيه يا أم. بكتيريا ايه؟ الحقني انت دكتور كوبلة عشان اعيش. انت ست، اللي يديكي قبلة الحياة ست زي ايه؟ تصدق حببتني في الحياة؟ الحمد لله ان انا بعمل دور ست. يلا الحقيني بقى. الحقيني، الدراما هتبوظ، لازم اعيش. لا تبوظ يا اخويا، انا مالي. تبوظ يا اخويا؟ ايوه. ايوه ايوه. هموت، حرام عليكم. لازم حد ينقذنا يا جماعه. الله. انا هديكي قبلة الحياة. ايه ده؟ شفتي قنديل البحر؟ قنديل البحر؟ انا قنديل البحر. ايه ده؟ اجيلك اهو بس من الميه بقى. في ايه يا عم انت؟ اجيلك ستارت بقى ولا ايه؟ ستارت ايه يا عم؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت شبه التينة والله. اقسم بالله. وانت مين بقى انت؟ كنا بنلعب خماسي على ارض شبهك كده. ارض شبهك؟ والله زمان وانا صغير كنا بنأجر ارض شبهك. انت عايز ايه يا عم انت؟ عايز ايه؟ عايز امشي يا عم. عايز امشي يا بوسه قبل ما تمشي. لا اعوذ بالله. أعوذ بالله؟ عايز اروح لربنا نجيب بقى. سلام. كفر الله. طيب يعني ما حدش يديني قبلة الحياة؟ والله لموت اهو. ايه ده؟ ده في مهزله، انا لازم ابلغ وزير الشباب والرياضه، انا مش هسكت على المهزله دي. المتسابقة هانيا يا عيني ماتت والبقاء لله يا اخوانا. ايه ده؟ بقت طيف روحها طارت في المكان. ايه ده الله ما يرحمها. ترشوا النادي، ايه الجراد ده؟ ايه ده؟ في ايه يا بيه؟ خدت بالك من الحشرات اللي بتطير؟ ده فال سيء جدا، شكلنا صيد. لا ده انا متفائل تفاؤل. قول النتيجه يلا، عايز اعرف. يلا. مش انا اللي هعلن النتيجة، رئيس الاتحاد بنفسه هو اللي هيعلن انتوا النتيجة. مكبرين الموضوع ليه؟ رئيس الاتحاد ما تقول خسرنا وخلاص. والآن نعلن عن دخول رئيس الاتحاد الكابتن السيد أحمد. تفضل يا كابتن. ها ايه الاخبار؟ انا لاول مره في مركز شباب اقدم ناس فازوا بالميداليه الذهبيه، وده في حد ذاته انجاز. يا رب يا رب، بس ان شاء الله نكون خسرنا يعني. مين اللي نكون يعني موضوع. انا سمعت نتائج مبهره بجد مبهره يا كابتن. ألف مبروك يا أختي. ألف مبروك. مش تفرجيني ولا خايفة من عيني؟ ده احنا جايبين محبس وجايبين سلسلة وجايبين حاجات. لا والله حاجه لطيفه جدا يعني. ده شبكة ولا ده ايه؟ ده كانت دي الميداليات الذهبيه اللي هتتوزع على الفايزين، وهنعلن من مكاننا ده ان اللي فاز في مسابقه الرمايه ايوه ابراهيم عجوه. ازاي حضرتك؟ ايوه ألف مبروك يا عم إبراهيم. حبيبي ميرسي كتير. الله يخليك، خش سلم على عم أحمد. ازيك يا عم احمد؟ عم احمد اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عايزين الميداليه بقى وعلبه ال انا مش فاتح كشك يا حاج. هو ده فاز في الرمايه ولا ساكن في ميدان الرمايه؟ اسأل نفسك بقى حضرتك، ده كده في تزوير في النتائج. لا لو سمحت ما تشككش في ذمتي. ما تشككش بعد اذنك. ماشي. تزوير ايه؟ قصدك ان انا مرتشي؟ ايه ده؟ ما جبت سيرة رشوة، انا بقول امال تزوير. يعني هزور عشان ايه؟ مش عشان ارتشي؟ ايه ده اعترف، ده واخد رشوة. لا مش مهم، المهم ان احنا نكسب الميداليات الذهبيه. الف مبروك يا حاج ابراهيم عجوه الفائز بالميداليه الذهبيه. انت بتبص فين يا بص حاج؟ هناك عم أحمد. يا حاج يا عم تعال تعالى، هو في مية في ودنه بس معلش. اهو تمام. فاز بالميداليه الذهبيه. الف مبروك. دي ميداليه، دي ما تاكلهاش. دهب هينفع بقى؟ والله انت حر، دي بتاعتك دلوقتي. ميرسي كتير. العفو يا سيدي. وفي السباحه ايوه كان في متسابقه واحده بس سمعت انها توفت. الله يبقى الميدالية بقى تروح لحد تاني. هتروح للورثه. ورثة. ورثه هانيا علواني. ورثت ايه يا عم؟ انا هستلم مش الجايزه. لأول مرة فعلا يعني. حضرتك مش الله يرحمك. ايوه انا بس مستأذنه نص ساعه استلم الجايزه وارجع.
استاذنة ايه دي مدرسة، ايه اللي مستأذنة نص ساعة؟ انت مالك يا عم انت؟ ده عجيب جدا، انا مش فاهم انت متضايق ليه؟ انا بقول ان في تزوير، ازاي الناس دي تزوير ايه؟ يعني ايه انا مرتشي؟ انا ما قلتش مرتشي، انت ليه مصمم؟ امال ايه طيب؟ ده معترف في وشي صدقني. المرتشي قال. انا عارف هب بوسه يا عم. ايه ده؟ معلش بس معلش. ولابسه كده، وانت لما هتموتي هتخشي الجنه؟ ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك. انت معلقها على كلب، ايه ده؟ لو سمحت نزلها لي كده على كتفي. ايوه يا سلام. خلاص هو كده حلو. ماشي، شكرا شكرا. الف مبروك. الله يبارك فيك. وفي مسابقه رفع الاثقال. أيوة. كان في 2، واحد مات، انا مش فاهم ايه المسابقه اللي بيموتوا فيها دي. واحد مات والتاني عاش ورفع هو الكابتن عبد الحي. عبد الحي قولوا اهو، الراجل جيب نفسه، قولوا لو عايزين. الله الله الله. الف مبروك كابتن عبد الحي، يعني ما شاء الله حضرتك من زمان جدا. دي ايه دي بتاعته بس هو نساها. نساها. كابتن عبد الحي الف مبروك، يعني حضرتك من زمان جدا. دهب دي؟ دهب. الحمد لله. اتفضل يا حاج. نبيعها بس. ايه ده؟ ايه ده دي تقيله قوي دي يا عم. ايه يا حاج؟ تقيله قوي يا ابني. تقيله؟ خدتني ونزلت. ايه ده اللي رفع اثقال؟ انا بقول لك فيه تزوير. ما تقولش عليها مرتشي. يا لهوي. انت ماشي. يا لهوي، دي كام كيلو دي؟ ايه دي؟ كام كيلو؟ يا حاج بس ايه ده مالك؟ مالك تعبان من ايه؟ بتشتكي من ايه؟ على شكل امي. ايه العلاقه القذره؟ معلش، هو ده موسم التزاوج بتاعنا. بقول لكم ايه، هنسيبكم بس اول ولده ليا. ولده؟ ما انا مش هربيكم في بيتي وابيع بره. في حاجة غريبة في المركز ده، بس عموما ألف مبروك. ودلوقتي المركز يقول لي. يقول ليا؟ ايه ده، يعني انت خدت النادي؟ انا كسبت الميداليات الذهب وخدتها بالعواجيز. ازاي ده، انا جايب عواجيز؟ ايه ده؟ انت ايه سنتنا؟ انا لابسه مايو تحت ده. النبي انت لو مش لابسه حاجه تحت ده برضه مش هتنفع. خلاص انتهيتي كإنسانة. سيبيه يا ست، سيبيه لو سمحت. ماشي. يلا يا متحللة. انا يلا يا متحللة يا بنت. هانيا بوليس الاداب. لا لا. انت خايفة من بوليس الاداب لو جه هيتعظ. هيشتغلوا مباحث بعد كده. هي مباحث من النهارده. ألف مبروك. الله يبارك فيك. المركز كده بقى بتاعك. انا عرفت لعبتك وعرفت ان انت كنت جايب عواجيز. الله يخرب بيوتك. هي خلاص هي مني. مش هتعتقني النهارده. تعالى نطلع على العوامة. انا وانت على عوامة واحدة، ده احنا نغرق. يا هاني الله يرحمك اهدي. ماشي. انا مش مجنني غير ان ازاي العواجيز يكسبوا. هو ايه المشكلة؟ بص يا ابني، انا هقول لك نصيحة يا ابني. الشجرة بيبقى لها جذور وفروع وورق. ايوه، انا مش مزارع. انا مالي بالقصة دي. يعني الشجرة الجذور بتاعتها هي الناس اللي عندهم خبرة، الناس الكبار في السن اللي اكتسبوا من خبرة الحياة. سيبك من الناس دي، لكن عموما يعني ماشي. الفروع دي هي الشباب. مين بقى الورق؟ انت لو ليك ام عايشه كنت شتمتها. للاسف ماما بتاعتك زمانها دلوقتي، زمانها جايه. زمانها يا عيني بقت رماد. حد يحاسبوه. احنا وصلنا لايه يا ابني؟ لك يلا يا بيه، في ايه؟ الجذور يا حاج. عمالين تحكوا على جذور ونباتات واحنا في ناشونال جيوغرافيك. ده انا بدافع عنك. مش فاهم ايه الموضوع. فهمت الحكايه؟ ايوه فهمت. يعني في النهايه الف مبروك النادي يا حاج. الحمد. السلام عليكم، اهلا بكم اصدقائي. ان شاء الله النهارده هنقدم لكم تطبيقات جديده وهنشرحها بالتفصيل وازاي نتعامل معاها خطوه بخطوه. التطبيقات دي مهمه لاي لابتوب او كمبيوتر ولا غنى عنها. ان شاء الله هنشرح خطوه خطوه ان شاء الله ازاي نستفيد من التطبيقات دي ونستغلها على الكمبيوتر بتاعنا. يلا نبدا.